اي سيستم في الدنيا طبعا بيلغي موضوع الاختلاف. الرئيس بتاعنا قالها مفيش حاجه اسمها رشوه. انت عندك حل لحاجه هم مش بيعملوها، مش عشان هم ضعاف، ولكن عشان دي بالنسبه لهم مثلا مش هتبقى ادد فاليو للشركه. اي مشروع تفكر فيه لازم يكون فيه ERP سيستم، ماشي؟ لان اي مشروع في الدنيا فيه كذا مليون. امتى الشركه تبقى عايزه تعمل سيستم وامتى تبقى مجبوره عليه؟ فيقول لك ايه، طب انا اجيب سيستم بتاع امريكا شغاله في مصر فانا ابقى زي امريكا. بس ده ما بيحصلش. بيحصل ايه بقى؟ ان السيستم بتاع امريكا ما ينفعش يشتغل في مصر عشان ده ماركت، عشان في طبيعه تانية، في شخصيه تانية، في دنيا تانية. اللي جاي لك قلت لك انا عايز 12 سياسه بيع، هو ده هيتكلف وده هيتكلف عندك، ولا انت ازاي انت بتعمل كل الفيتشرز دي تكلفه اقل؟ ايوه، انا اول حاجه انا ما اشتريتش، انا ما رحتش لاودو دفعت. انا عشان ابقى بارتنر لاودو بدفع فيس اقل بكتير كسعر كسعر كاستمر طبعا. بس طبعا انا ممتلك نفسي، مش حاسس يعني دي سيرفراتي سوفت وير بتاع بلدي. ايه بقى المعايير اللي تخليني اركب ERP سيستم يبقى متوافق معايا؟ استباي مثلا لما نزل ده ما جابش ايراد للدوله بفكره صغيره جدا جدا، هو ده ERP. فطبعا بيوفر ارباح رهيبه جدا لاي شركه عاوز اعمل كذا، فبيطلب المعلومه، هو بيجي له اوتوماتيك، خد الكود ده بيلزقه جوه السوفت وير بيشتغل على طول. خلي بالك ان برضه في رجل اعمال بيفكر ان انا هفتح مشروع عشان اكسب فلوس، في رجل الاعمال بيقول انا عاوز انافس في السوق وابقى رجل عالمي. لا، ده حاجه وده حاجه. ده بيدور على سيستم، لكن تاني بيدور على زي يبيع. نهار النهارده. الله يخليك، الله يخليك. خلينا كده نبدا بالسؤال. انا بحب اتشالنج عامه في الاول يعني. آه ليه اغلب الشركات من وجهه نظرك بتقف عند حد معين ومش بتقدر ان هي تسكيل؟ هل ده بتبقى مشكله علشان الايرادات والمبيعات، ولا ممكن يكون في غياب السيستم؟ مفيش سيستم واضح او مفيش سيستم اصلا؟ هو عشان ما فيش سيستم طبعا. هو سيستم شيء مهم جدا جدا. يعني الفرق بين الدول وبعضيها هي سيستم. يعني كل حاجه في الدنيا انت في سيستم هتنجح، في سيستم مش هتنجح. مم. هتقف عند حد معين. يعني لو انت جيت قارنت بين اي بيزنس وبيزنس زي مثلا ماكدونالدز. مثلا ماكدونالدز، انا شايف ان ماكدونالدز اقوى سيستم على مستوى المطاعم. ليه؟ انا مش آه اقوى سيرفيس. بص، هو اقوى سيستم. يعني هو اقوى سيرفيس برضه، بس هو اقوى سيستم لانه مثلا يعني هو الوحيد اللي عامل ابلكيشن موبايل نقط للكاستمر. هو اللي بيبعت لي مثلا كل فتره على الميل يقول لي انت استخدمت السنه دي بمبلغ مثلا انت وولادك 60,000 جنيه، 70,000 جنيه مثلا، منهم مثلا 2000 جنيه بيج ماك مم. و2000 جنيه كذا، وعشان كده احنا اديناك مثلا نقط بكذا. فهو وصل لمرحله ان مثلا بقى عنده بادجت بياخدها من كل اسره. كل اسره مثلا بتدفع 2000 3000 جنيه في الشهر مم. تاكل في ماكدونالدز. طيب، من وجهة نظرك ليه اغلب الشركات او شركات كتير بتوصل لمرحلة ان هي مش بتقدر ان هي تسكيل وبتقف عند حد معين؟ هل ده بسبب بقى في ضعف في المبيعات وإيراداتها، ولا ممكن يكون بسبب مشكلة تانية وهي ضعف السيستم أو في غياب السيستم؟ إيه رأيك؟ لا، طبعا سيستم. زي ما قلت لك كده ان في فرق بين دول ودول. في دوله عندها سيستم فتلاقي ناجحه، وفي دول زي اليابان مثلا يمكن عندها موارد قليله جدا، مع ذلك هتلاقي عندها سيستم فناجحه جدا. فالسيستم طبعا هو كل حاجه. يعني زي ما قلت لك في شركه ناجحه جدا كسيستم، مم. شركه تانية مش ناجحه كسيستم. زي مثلا المطاعم مثلا. في مجال المطاعم كبزنس هتلاقي مطعم ناجح بالسيستم اقوى من السيرفيس بس. اوكي. يعني تلاقيه ضاغط على الكاستمر ان هو يبقى ناجح اقوى بالسيستم بتاعه. زي ماكدونالدز مثلا، لو احنا بصينا لماكدونالدز ان هو يحسب النقط للعميل على ابلكيشن موبايل ويجي اخر السنه يبعت لي ريبورت بالكال قد ايه ماكدونالدز مبلغ قد ايه. كل الكلام ده طبعا فريق جدا بين مطعم ومطعم تاني. مم. هو ربط، يعني مثلا ماكدونالدز ربط الكاستمر بتاعه بالاسره كلها بالابلكيشن السيستم. بالسيستم. فاهمني ازاي؟ فانت طبعا السيستم مهم جدا 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 يعني مم. عشان ينجح اي مشروع. يعني بيبقى في بعض الشركات هي فعلا السيستم بتاعها بيبقى زي ما تقول بيمفاثايز أكتر من البرودكت أو من السيرفيس اللي هي بتقدمها، وفي شركات تانية بتلاقي اللي هي بتقدمه بيبقى قوي جدا. however إنه مثلا على سبيل المثال تعال مثلا واحد البيزنس كونسلتيشن يعني، فصاحب شركة، هو شركة
تقيله يعني. ف فبقول له انا عايزين نشوف الستيتمنتس بتاعتك يعني. فقال لي يعني ايه ستيتمنتس؟ قلت له فاينانشال ستيتمنتس. مم. فهو ما يفهمش، فقلت له طب انت بتكسب ولا بتخسر؟ بالباقي خلاص انت جبت اخرها يعني. مم. فقال لي مش عارف، بس انا عندي فلوس كتير في الدرج. مم. فهو طب ما الفلوس دي برضو انت مش عارف، ما هو انا ده هيحسب لي زي البي ان ال مثلا. مم. انت ايه برضو؟ قول يعني، قول لي الموضوع ده بيبقى ماشي ازاي، علشان في شركات كتير جدا بتبقى شايفه ان انا عشان بعمل ريفينيو ستريم مرعب، وفي الاخر النت بروفيت هو مفيش نت بروفيت. مم. بس تيجي تقول انا بكسب كتير، لا انت مش بتكسب، انت بتدخل كاش فلو كتير بس انت بتكسبش كتير. مم. فايه بقى الحاجه اللي تمسك لي ده وتعرف راسي من رجلي من الاخر؟ بص انا عاوز اقول لك حاجه. انا مثلا من سنه 2003 كان عندي كاستمر كتير جدا بيجوا لي، يعني بيعملوا سوفت وير اي ار بي سيستم. كان في ناس كان يعتبر ستارت اب، يعني لسه بيبتدوا. مم. كذا كذا كاستمر عندي يعني. فطبعا انا كنت بشوف كده، يعني حسي كده من الشركه اللي بتعامل معاها مم. ان هي عاوزه اي ار بي سيستم عشان خاطر تفهم وتنظم شغلها وتبقى مميزه في السوق، مميزه في السوق كله، عشان تقدر قاعده عارفه عامله بادجت، عامله بلان، شايفه رؤيتها السنه الجايه تبقى ماشيه ازاي، دارسه الكاستمر بتاعها. فكنت بقعد على فكره يعني كنت بقعد مع رجال اعمال يعتبروا مثلا مع يعني مش متعلمين قوي، يعني مش السكيلز بتاعتهم مش قويه، بس هم فاهمين يعني ايه سيستم وعاوزين يستفيدوا بيه ازاي. يعني ايه اي ار بي سيستم؟ ممكن لو تشرح لنا. هو اي ار بي سيستم اختصار لانتربرايز ريسورس بلاننج. اوكي. معنى اي ار بي سيستم ان انا عندي مثلا كذا مديول. ماشي. هو ممكن تشتري سوفت وير، مم. تقول مثلا انا بعمل سوفت وير كبوينت اوف سيل، مم. ككاشير. مم. فده مش اي ار بي سيستم، انا بعمل بس مديول المبيعات. لكن انا لما اجي اعمل اي ار بي سيستم بحسب ريسبي، وبحسب اتش ار، عندي مم. بحسب مديول اسمه سي ار ام. كلهم بيبقوا انتجريشن ببعض. اوكي. فاهمني ازاي؟ مم. مم. فهم اكتر من موديول كلها مربوطه ببعض، بتديك في الاخر مركز مالي او ميزانيه او ميزان مراجعه مم. شامل عن الشركه كلها. اوكي. تقدر تحدد افكارك انت ماشي ازاي وناجح ازاي او كده يعني. مم. يعني هو من الاخر بينتجريت كل حاجه، كل ديبارتمنت في سيستم واحد، اه صح كده؟ بالظبط. الاي ار بي سيستم ينفع للسمول بزنس وينفع لسيستم كبير، يعني هو شغال في الاثنين. عشان في ناس بتفتكر ان ده من الاي ار بي سيستم للشركات الكبيره بس، لا ده مم. لكل حاجه، مم. حتى لو بيزنس صغير خالص. اوكي. طب يعني طب اشرح لي إيه امتى الشركه تحس ان هي محتاجه اي ار بي سيستم، او محتاجه يعني امتى الشركه تبقى شغاله باكسل شيت، وامتى الشركه لا انا محتاج سيستم كامل ابقى فيه كل حاجه؟ بص هو الشركه محتاجه من اول يوم. ماشي. ده مش على حسب حجم الشركه؟ لا مش حسب، مش حاجه، مش شركه خالص، من اول يوم. يعني لازم من اول يوم انا بعمل سيستم. ما هو اي شركه في الدنيا، اي شركه في الدنيا مم. فيها حسابات، مصاريف وايرادات ومصروفات وشغل كده. اوكي. في حاجه اسمها اوبريشن، تشغيل. حلو أوي. الاوبريشن ده عباره عن ايه؟ يعني مثلا لو شركه خدميه، باخد سيستم ازاي اتعامل مع الكاستمر على طول اول ما يعمل مني اوردر، ازاي اطلع الاوردر دوت، ازاي ان انا احوله للفاينانشال. فلازم اكون مخطط لنفسي ان انا اعمل اي ار بي سيستم وانا شغال، وانا ببتدي. لكن مش ان انا بعد ما ابتدي اقول بعد مثلا هلاقي نفسي في نجحت ومبيعاتي بقت كويسه ابدا اشتري اي ار بي سيستم. لا، لازم اشتري اي ار بي سيستم في الاول. ايوه بس ده ممكن مثلا يبقى كبير على شركه ستارت اب. انا دلوقتي لسه فاتح مطعم صغير. اه. جميل. يعني انا هحتاج ليه اي ار بي سيستم ان انا ابقى شغال؟ انا محتاج شويه حاجات، بس هو اعرف المبيعات بتاعتي، صح كده؟ مم. الكوست بتاعي، كلام جميل. المصاريف التشغيليه، شكرا. لا هل هو انا محتاج مثلا اتش ار؟ مم. يعني اعتقد برضو حضرتك اللي تقول لي، انا مش عارف، بس من الباك جراوند اللي انا اعرفه في الاي ار بي سيستم اللي هو بيبقى فيه اتش ار، صح كده؟ ده تمام. ديبارتمنت لوحده. تمام. انا هحتاجه ليه؟ بص انت يعني انت ممكن توصل لمرحله ان انت مش عارف حاجه، يعني فمش عايزك توصل للمرحله دي وبعد كده تقول انا هجيب اي ار بي سيستم. ابقى جاهز. اه يعني هو يعني مثلا انت جبت كمطعم، كمثال كمطعم. م. المطعم مثلا انت ممكن تبيع كويس جدا، السندوتش بتاعك جميل وكله تمام، والمطعم شغال بقوه جامده جدا، وانت جايب بوينت اوف سيل بسيط بيحسب لك بعت بكام النهارده والكاشير فيه كام فلوس، وعمال تحط فلوس وتشتري تاني. لكن لو انت ده الكلام ده لو انت مش مشتري اي ار بي، مشتري بوينت اوف سيل بس في سوفت وير يحسب لك كاشير،
او كاشير. حاجه جزء صغير من الاي ار بي. لكن انت عشان مثلا بتبيع سندوتش، السندوتش ده لازم يكون محسوب له ريسبي داخل، داخل بتكاليف. انت بتشتري مثلا طن رز، طن دقيق، طن كذا، فيبدا يحسبوا لك خطوه بخطوه انت بتعمل ايه. فاهمني ازاي؟ فهو دوت شغل شغل الاي ار بي سيستم. طيب يعني مش مثلا برضو حجم المبيعات وحجم الفروع وعدد الموظفين ده بيحكم عليك؟ طب بص يعني خلي انت بالك محتاج. الاي ار بي سيستم بقى رخيص، يعني مش زي زمان. يعني زمان كنا بنقول مثلا عندك اوراكل، صح بالظبط مثلا. بص، انت كان عندك اكبر 4 برامج في العالم كله معروفه. يعني هو اول ما ابتدى الاي ار بي سيستم كان اوراكل اي بزنس سويت، وبعد كده ساب، وبعد كده مايكروسوفت دايناميك، مايكروسوفت داينامكس. وبدا يظهر اودو من حوالي 7 8 سنين. اشرح لي بقى كل حاجه فيهم، وايه مثلا كل سيستم فيهم متخصص في ايه، او عنده بريفليج اقوى في ايه؟ بص، هو احنا اتفقنا الاي ار بي واحد، اي ار بي سيستم سمول بزنس. اي مشروع تفكر فيه لازم يكون فيه اي ار بي سيستم، ماشي؟ لان اي مشروع في الدنيا فيه كذا مديول. في مبيعات، ببيع، بشتري. في حد كول سنتر بيرد، ده سي ار ام. في اتش ار، موظفين بتروح وتيجي، فده اتش ار. اي سيستم في الدنيا، في اي سمول بزنس او اي شركه فيها اي ار بي سيستم. اوكي. اوكي. اوريكل لما نزل كان نزل من زمان جدا جدا، في التسعينات. كان اول اي ار بي سيستم. كان غالي. كان برضه كان في حاجات تكنيكال كده. هو طبعا كان زمان في التسعينات، عشان تشتري جهاز كمبيوتر وعشان يبقى عندك، كان الموضوع غالي جدا. يعني انا افتكر ان مثلا في الجهاز الكمبيوتر البي سي كان داخل في حدود 24,000 جنيه في التسعينات. يعني انت بتتكلم دلوقتي مثلا في 240,000 جنيه، 300,000 جنيه مثلا. فطبعا عشان اسره تجيب جهاز كمبيوتر كان يعني مش كتير، او شركه او محل او كده يشتري جهاز كمبيوتر. بعد التسعينات في الالفينات بدأ بقى يخش البي سي الكومباتيبل، اللي هو عادي. ما كانش فيه برامج سهله زي دلوقتي. يعني كان فيه دوس في البدايه، ما كانش فيه اوبريتنج سيستم بيفتح اوتوماتيك والكلام ده كله. فطبعا كانت الدنيا كانت بطيئه في الشغل. زي يعني انا فاكر مثلا ان انا عملت ميل في 96. كنت انا اسمي علاء مثلا، عملت الميل باسمي علاء، ما فيش حروف ولا اي حاجه، كان على ياهو. يعني فاكر ان انا سافرت السعوديه، كنت اشتغلت في السعوديه في وزاره التربيه والتعليم، في وزاره المعارف. اشتغلت كان كنت بعمل البرامج لوزاره المعارف. برامج كنترول وحاجات كده يعني. كنت فاكر انها كان النت ممنوع في السعوديه. يعني كان الانترنت ما فيش في السعوديه انترنت. دخل الانترنت في السعوديه سنه 97. كان نفس فكر الاي اي دلوقتي. احنا عمالين نتكلم على اي اي، والناس تخش تشتغل في الاي اي والكلام ده كله. كان كان زي ثوره وقتها. كان ساعتها كان انترنت. تمام. فطبعا كانت تكلفه عاليه جدا ان انت تفكر في اي ار بي سيستم. في الالفينات بقى بدات برامج زي اوريكل. وما كانش حتى وقتها حتى ثقافه الاي ار بي موجوده، يعني كان قليلين ان تلاقي بزنس اصلا فاهم يعني ايه اي ار بي وقتها، يعني كانوا قليلين قوي اعتقد. كان الشركات الكبيره بس اعتقد هي اللي كانت عندها الفهم ده، صح ولا انا؟ صح، بس انا عاوز اقول لك بس معلومه لازم تكون انت فاهمها كويس قوي. يا ريت. المعلومه اللي انت لازم تكون فاهمها قوي ان اللي الناس اللي بتفكر في الاي ار بي سيستم، اي واحد. يعني في واحد بيبقى قاعد مع نفسه بيفكر انا لازم اخلي شركتي اكبر شركه في العالم. ف من ناحيه ايه؟ من هو بيبتدي. اوكي. فاهم؟ بص انا هحكي لك بس يعني قصه كده سريعه، على واحد منقول. انا بس عاوز اقنعك بنقطه مهمه جدا جدا. ان فكر الاي ار بي سيستم، انت مش لازم تكون مثلا دارس في امريكا عشان تبقى انت فكرتك انت تفتح مشروع فتجيب اي ار بي سيستم. حلو. هو في ناس بتفكر في الاي ار بي سيستم من يوم ما تفتح المشروع. اوكي. اوكي. فبدليل مثلا ان انا في التسعينات، في سنه 96 97 حاجه زي كده، جالي واحد عاوز سوفت وير. اوكي. فده كان سباك. ماشي. السباك دوت يعني جاي معاه بادجت فلوس حوشها، قعد على مدار السنين بقى معاه مبلغ، فقرر يفتح بيزنس قطع غير سيارات. تمام. كان هو راجل كبير في السن، يعني في حوالي مثلا الستينات او كده يعني. فجاي قال انا عاوز افتح، انا اوريدي فتحت مشروع قطع غير سيارات، بتاعه الميكروباص والعربيات الياباني كان ساعتها اوقاتها.
فانا بستورد قطع غيار سيارات وبحطها وعاوز اكبر المجال بتاعي مم. واعمل سيستم كبير يعني. فقلت له ماشي، طب انت عاوز ايه؟ قعد يحكي لي عن المشروع بتاعه، مبيعات، مشتريات، قطع غيار سيارات، الكلام ده كله. فهو فاهم هو عاوز ايه من البدايه، يعني هو فاهم هو عاوز ايه بالظبط من البدايه. فجه قال لي انا عاوز قطع غيار مش فاهمها. فيجي واحد يجي يقول لي مثلا انا عاوز كوبلين، والكوبلين دوت ما اعرفش الكوبلين ده يركب على عربيته ولا لا. فالكوبلين ده ممكن يركب على اكتر من عربيه، فلازم مم. يكون في ميكانيكي يجي يسجل لي على كل قطع الغيار دي مم. بتركب على ايه وعلى ايه. فانا عاوزك تعمل لي بالسوفت وير بتاعي، البرودكت بتاعتي، الاصناف بتاعتي، يكون فيها صوت ميكانيكي هو يشرح لي كل الاصناف اللي عندي. جميل. ودخل كل الايتم اللي عنده وحط الصوت الميكانيكي يسجل في كل مره. لما يجي يعمل سيرش بحث عن اي ايتم يرد على العميل يقول له دي تنفع عندك عند كذا وكذا وكذا، ويبيع، واشتغل باركود وسيستم قوي جدا. هو الربط يعني، هو فكر ان هو يعمل سيستم في بدايته هو اصلا ما كانش عنده النو هاو ولا عارف اي ولا حاجه. اي حاجه. وعلى فكره سباك، يعني يعتبر، أنا مش عاوز اقول لك حاجه، مش متعلم. فاهمني ازاي؟ بس هو فاهم ان هو في البدايه فاهم بزنس. هيفتح يعمل بيزنس وعاوز يوصل له ايه. انا عاوز اقول لك حاجه، الشركه دي بدون مبالغه، هو توفى الله يرحمه يعني من كام سنه، من اكبر شركه في مصر قطع غيار دلوقتي. يعني انا عاوز اقول لك هي معلومه، يعني من اكبر شركات قطع غيار السيارات في مصر. عشان قائمه على سيستم. هي ابتدت سيستم لحد يعني بقى لها بتاع حوالي دلوقتي 30 سنه، بقت حاجه تانية خالص في مسار تاني. يعني هو توفى، ولاده ولاد ولاده لغايه دلوقتي شغالين بفكره. انت نورت لي حاجه ان ده بيخلق sustainability، بيعمل استدامه حتى لو انا مش موجود. بالظبط. يعني صاحب البيزنس اوريدي في سيستم، يعني امبلمنتيشن حصل، انا موجود زي انا مش موجود، مظبوط كده. بالظبط كده. اوكي. لذلك انت على فكره لو بصيت لدول مم. هتلاقي في دول ناجحه هي عامله سيستم من يوم ما ابتدت، حقيقي. وغدا مش عارفه تغيرها. تقعد بقى تقعد تعمل ثورات، تعمل. ابل على سبيل المثال المفروض كانت تنهار بعد ستيف جوبز، ولكن هم عشان ماشيين على نهج معين ملهمش اي علاقه. بالظبط كده. صحيح. فالسيستم طبعا هو كل حاجه. مم. فما ما الحاجه بس اللي انا عاوز اقولها في السيستم في البرنامج بتاعك، ان السيستم مش مرتبط بالشخص نفسه. هل هو مثلا خريج مم. ايه وعنده ماجستير، عنده دكتوراه، عنده كذا كذا، فهو لازم يعمل سيستم بيفكر. والراجل مثلا اللي هو لسه صغير ما بيفكرش، لا ده ممكن اي حد يفكر يعمل سيستم اول ما يبتدي. مم. الحاجه التانيه، هي طبعا مش مرتبط بالشخص نفسه. اه. تاني حاجه مش مرتبط بتيجي تقول مثلا انا صحيت من النوم انا المبيعات بتاعتي قلت فاروح اشتري اي ار بي سيستم. مفيش مم. كده. انت بتعمل سيستم عشان انت تخدم العميل صح، البيعه بتاعتك تبقى سليمه. تعمل بادجت السنه الجايه، تقول انا السنه دي خططي في ايه، السنه الجايه هعدي ازاي. ما انا ممكن اكون ببيع كتير جدا جدا، وفي شركات على فكره التسويق عندهم عالي جدا ممتاز، مم. وبتبيع كويس جدا جدا، وتفوجئ ان هي وقعت فجاه. مم. فوقعت ليه؟ عشان مش حاسبه تكاليف، مش حاسبه مصاريف، صحيح. مع انها بتبيع جامد جدا جدا. نورت لي سؤال. امتى الشركه تبقى عايزه تعمل سيستم وامتى تبقى مجبوره عليه؟ اه. و... وليه دايما، او مش دايما، ليه كتير الديجيتال ترانسفورميشن عموما في الشركات بيبقى صعب، ودايما بيبقى فيه مقاومه من التيم نفسه او من الموظفين، اللي هم مش عايزين، مش عارف هل مش عايزين يتعلموا على السيستم، او هم بيقاوموا ان هم يتغيروا. ف... بص انا هقول لك حاجه، اه. بس انا في سؤال، انا بس عاوز يعني اقول لك حاجه الاول. الحاجه بقى اللي كنت عاوز اوصلك ليها موضوع السعر الاي ار بي سيستم، هو اختلف. عشان بس انا جيت كلمتك في البدايه قلت لك اصل الراجل السباك والكلام ده كله اللي هو اشترى سوفت وير امم. والكلام ده كله، كنت عاوز اقنعك بحاجه واحده، ان الشخص مش هو ده الشخص اللي يعني شخصيه الشخص اللي بيشتري اي ار بي سيستم مش لازم يبقى كده. نتكلم بقى في موضوع الفلوس. فاهمني ازاي؟ سعره. سعر الاي ار بي زمان كان زي ما قلت لك كده، عشان تعمل اي ار بي سيستم لازم تروح لاربع شركات. اوريكل اي بزنس سويت ده ناجح جدا في البنوك، ويعتبر كل البنوك شغاله بيه. فبدات الشركات تاخده، شركات السوفت وير شركات سوري العاديه تبدا تشتغل عليه. بدانا احنا نطلع كشركات نعمل كاستمايزيشن عليه للشركات ديت. ده اوريكل اي بزنس سويت. ساب بدا يشتغل في المصانع بقوه جامده جدا جدا. يعني كان كل اي ار بي لاندستري معين. هو على فكره هو مش كل اي ار بي شغال في حاجه معينه، مم. هو كله يشتغل في كل حاجه.
هو على حسب الناحيه الماديه بتاعتك. مم. اوكي. يعني ارخص اودو مثلا ارخص حاجه، بعد كده مايكروسوفت دايناميك رخيص شويه، بعد كده ساب، بعد كده اوراكل. بس في كل واحد فيهم دخل في حته معينه مم. وتوسع فيها جامد قوي. فاهمني ازاي؟ يعني مثلا في الفاينانشال اوراكل بقى قوي قوي فاينانشال، عشان كده راح حسابات. البنوك. فعشان كده راح البنوك. ساب راح للمانفاكتوري التصنيع بكل قوه. فاهمني ازاي؟ فبدا يبقى قوي قوي في التصنيع، فبدا مصنع مصيص شغال بساب. مم. فاهمني ازاي؟ مايكروسوفت دايناميك اشتغل في البوينت اوف سيل بقوه جامده جدا، فبدات كل الشركات الكبيره او المطاعم الكبيره او السوبر ماركت الكبيره تشتغل بوينت اوف سيل مايكروسوفت دايناميك. فاهمني ازاي؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ جه نزل اودو. خلاص. بدا ينزل، بدا بقى شركات، بدا احنا الكلام ده بقى لنا 20 سنه مثلا. بدا يبقى في عندنا خبره. يعني انا زي ما قلت لك كده، انا كنت في 2016 اول ما فتحت الشركه كنت جولدن بارتنر لاوريكل. طب كلمني عن الجزئيه دي شويه، انت ازاي بقيت جولد بارتنر لاوراكل؟ وكنت انت بتاخد الاي ار بي ده وبتعمله امبلمنتيشن للشركات، ولا انت كنت بتعمل زي كاستمايزيشن او اوبتمايزيشن لاوراكل نفسها؟ بص، هو دلوقتي كان اللي بيحصل ايه زمان. انا برضو مش عاوز اضيع موضوع الفلوس عشان انت برضه توديني في حته. انا عاوز اقول لك ان الاي ار بي سيستم دلوقتي بقى رخيص جدا، يعني ممكن اي واحد يقدر يشتريه. بس انا بقول لك موضوع بقى زمان في امم 2016 احنا كنا الاول كنا كاستمايزيشن لاوريكل. كنا جولدن بارتنر بنعمل امبلمنتيشن لاوريكل، وفي نفس لاوراكل الوقت نفسها. لاوريكل نفسها يعني انتوا كنتوا بتطوروا اصلا؟ صح. مش بكلمه بنطور، عشان امم كلمه بنطور دي كبيره قوي. يعني احنا مش هنطور اوراكل ايه بيزنس سويت. احنا بنعمل كاستمايزيشن. يعني تيجي تقول لي مثلا انا عاوز اشتغل بنظام مثلا حاجه اسمها باركود في مصانع التكييف. ف فاعمل لنا شاشه. انت عشان تشتغل باركود سيستم، الباركود ده مش معناه ان انت بتصور كده فبيدور، لا، الباركود ده بيتصور مثلا حاجه اسمها باليتا وحاجه اسمها حاويه فبتصدرها بره. فهو اول ما بيلقط اللقطه بيقول لك اللقطه دي سليمه ولا لا، يعني الجهاز ده هيروح اوروبا ولا مش هيروح اوروبا، الجهاز ده راح للعميل ده ولا لا، صح ولا غلط. امم فده النظام الباركود اللي كان شغال في المصانع. فانا جينا مثلا انت ما عندكش السيستم ده، مش موجود في اوريكل اي بزنس سويت، او موجود حاجه اسمها موبايل باركود، او ده مديول جوه اوريكل بس غالي جدا، انت ممكن تشتريه ب 800,000 جنيه. فانت ممكن تقول طب انا اجيب حد شركه تربو سوليوشن اللي هي شركتنا تعمل لنا كاستمايزيشن، تعمل لنا المديول ده وندخله جوه اوريكل. فاهمني ازاي؟ فاحنا بالتالي نقدر نعمل كاستمايزيشن جوه اوريكل. تيجي تقول لي مثلا انا يعني مثلا اوريكل ما عندهاش حاجه اسمها شيك اخده اوديه البنك. فانا في ترانزاكشن لازم تتعمل حاجه اسمها تحويل. انا بعمل بقى يعني اي شركه تامين انا باجي امن عليها، باجي اقول مثلا الموظف ده بيودي شيكات كل يوم ويودي فلوس، امم فامني عليه. فعشان لما الفلوس دي تتسرق او حاجه فتقدر تديله اقساط، دي مش موجوده في اوريكل. فاهمني ازاي؟ فاحنا نعمل كاستمايزيشن، نعمل حركه في جوه اوريكل ان هي تعمل تحويل الشيكات للشخص اللي راح يودي فلوس البنك. اوبتمايزيشن صغير. كاستمايزيشن. كاستمايزيشن. فبنعمل كاستمايزيشن في اوريكل في الحته دي والحته دي والحته دي. طب اوراكل ليه ما كانتش بتعمل ده اصلا؟ لا، يعني قول لي بقى ليه اوراكل احتاجتك انت بالذات ان انت تعمل لها كاستمايزيشن؟ يعني هل اوراكل مش كفيله ان هي تعمل ده بنفسها؟ ايوه، هو بص، هو دي وظيفه الشركه لما كانت جولدن بارتنر لاوريكل، تعمل كاستمايزيشن. امم ليه تعمل كاستمايزيشن؟ عشان اوريكل مثلا ضعيفه؟ لا، مش ضعيفه طبعا. ماشي، فاهمني ازاي؟ وهي ما احتاجتنيش. هي اوريكل بتعمل ستاندر. ستاندر يعني ايه؟ انت عندك مبيعات مشتريات بشكل معين، لكن انت عشان انت راجل بيزنس عاوز بتفكر في تطوير شغلك بشكل معين. زي الراجل السباك اللي قلت لك عليه، هو عاوز يحط بوتون يسجل فيه شخص، امم يسجل ايه معنى قطعه الغيار ديت. فدي جوه اوريكل مش هي ما فكرتش بتفكير السباك. فاهمني ازاي؟ ما فكرتش بتفكير رجل اعمال كبير جدا جدا عاوز يعمل ورك فلو مختلف عن اللي موجود في السوق بشكل معين. فاهمني ازاي؟ يعني مثلا اوريكل مثلا مايكروسوفت دايناميك. اوكي، انا مش عاوز اخصص اوريكل بس. هو في زي ما احنا قلنا كده في اوريكل، في ساب، في مايكروسوفت دايناميك امم كبوينت اوف سيل. في واحد جه قال لي انا عاوز اعمل سيستم مطاعم مربوط بالاي اي. ازاي يعمل مربوط بالاي اي؟ يعني يقعد جوه يقول مثلا يقعد على جوه الاساس جوه المطاعم عندي، يقول احسن مثلا اوردر بيتاكل ايه عندكم. طب والاي ار بي يعني بشكل عام في اوراكل مثلا بتبقى سايبه لك المساحه ان انت تعمل ده؟ كلهم بيسيبوا لي المساحه ويعمل يعمل الكاستمايزيشن اللي انت عاوزه.
يعني هي اوريدي اصلا بيبقى الاي ار بي معمول علشان برضو هو معمول ستاندر زي ما انت معمول قلت، ستاندر. بس بيبقى في مساحه ان انت تقعد تلعب فيه. هو مديك المساحه ديت. هو على فكره اوبن سورس كمان، يعني اوكي. كل البرامج الاي ار بي الكبيره كلها اوبن سورس. تعدل وتعمل كاستمايزيشن على جوه الشاشه. بيبقى في حاجه اسمها انترفيس تيبل موجوده في كل الاي ار بي. انترفيس تيبل دي تيبلز انت بتملاه بالشكل اللي انت عاوزه. تعمل فورمه مختلفه عن اللي موجوده جوه اوريكل، وبترمي في تيبل، بترمي في الانترفيس تيبل، مم. وهو يدخل ده في المديول بتاع المبيعات لوحده اوتوماتيك، بيدخل جوه السيستم. حلو قوي. فاهم ازاي؟ فدي كانت شغلتنا في الشغلانه بتاعتنا في البدايه. لذلك هو هتلاقي الشركات كلها كانت في مصر لما كانت بتمسك تاخد سيستم زي اوركل اي بيزنس سويت. طبعا كان بيتكلف غالي جدا، ولغايه دلوقتي غالي جدا، او ساب او مايكروسوفت دايناميك. فبيعدي الموضوع شغل فلوس كتيره قوي قوي رايحه. ملايين. ملايين طبعا. يعني انا افتكر ان احنا كنا جايبين سيرفر جوه قبل ما نشتغل كلاود، او قبل ما اوركل تيجي تشتغل كلاود، كنا جايبين سيرفر ب $100,000. ده ده من غير السوفت ده وير. لايه؟ لشركه ايه مش عاوز اقول اسامي لا شركات، لا مش اسم، بس ايه الاندستري ايه؟ عشان الاوركل اي بيزنس سويت. ايوه. عشان التصنيع، سيستم تصنيع. تصنيع مصنع. مم. مم. كانت مثلا بتعمل امبلمنتيشن وكستمايزيشن جوه الشركه، معدي ال 2 4 2 من 2 ل 6 مليون جنيه. امبلمنتيشن بس، غير السوفت وير، غير اليوزر اللي بحاسبه على اوريكل كل سنه. ده غير ال $100,000 اللي هي بتاعت السيرفر اصلا. بالظبط كده. ده ليه بقى؟ هيحل ايه بعد كل هو ده؟ هو بص، رجال الاعمال عندنا في الشرق الاوسط دايما بيبصوا للشركات الكبيره جوه، بره مصر، مم. او بره الشرق الاوسط كله. يقول لك مثلا شركه مرسيدس العالميه شغاله بايه؟ شغاله بساب. يقول لك طب انا هشتري ساب. فاهمني ازاي؟ انا عاوز ابقى احسن شركه في العالم. مم. بس هو مش عارف هو طب عاوز ساب ليه؟ طب هتعمل ايه؟ طب انت ايه صحيح. اللي طب انت ايه ايه خطتك؟ وانت قلت لي ان كل شركه هي بتعمل كل حاجه، هي مش متخصصه في ده، ولكن هي ظهرت في مسكت زي ما تقول حته من التورته دي. فتبدا بقى مم. تلاقي نفسك داخل في دايره، انا عاوز كاستمايزيشن من شركه فلان، وعمال تدفع فلوس وعمال تدفع فلوس. الموضوع دلوقتي بقى احسن. احنا لما انا اشتغلت في اوريكل فتره طويله، يعني اكتر من 8 سنين كاستمايزيشن جوه اوريكل، وفهمت الدنيا ماشيه ازاي. فبدات من 2016 ابدا افتح شركه تبقى شركه سوفت وير اي ار بي سيستم. فاهمني ازاي؟ الامبلمنتيشن ولا لا، سوفت وير خاص بتربو سوليوشن. السوفت وير اسمه اي ار بي سيستم تربو سوليوشن. كريت اي ار بي نفسه؟ كريت اي ار بي من الصفر. طب ده مش تكلفته عاليه قوي؟ ما هو تكلفته عاليه، بس انا حتى ابني، خلي بالك انا برضو راجل كنت اصلا ديفلوبر او بروجرامر، مش راس مالي. يعني في فرق لما يكون في شركه هتجيب ديفلوبر وهتجيب امبلمنتيشن وهتجيب تيستنج وهتجيب كذا، وانت اصلا اللي انت شغال في الفتره طويله جدا. يعني انا كنت شغال قبل 2016 حوالي مثلا 16 سنه شغال في الاي ار بي سيستم، على اوريكل، على افكار في مصانع، على افكار في طيب شركات. قبل ما نروح للنقطه دي وتحكي لي انت تربو سولوشنز انت عملتها ازاي وايه الحل اللي انت عملته، خلينا نتكلم دلوقتي عن مشاكل تطبيق الاي ار بي سيستمز اللي هي كانت موجوده سواء ساب اوراكل اودو ايا كان في الشركات والمصانع والمطاعم. آه، اخطر المشاكل اللي يعني بتطبق غلط، وهل دي بتبقى مشكله من الامبلمنتر ولا مشكله من العميل، ان هو انا از كلاينت انا مش عارف اوصل لك انا محتاج ايه؟ م. او انا مثلا زي ما انت لسه قايل لي دلوقتي مرسيدس اختارت ساب علشان هي شايفه ان كل الاندستري عامله ساب، ولكن مش هي مرسيدس، الشركه العاديه اختارت تبقى زي مرسيدس. اوكي، وهي ممكن تكون محتاجه حاجه تانية خالص. بالظبط. لان انا ممكن انا كعميل انا ببقى شايف جزء من الصوره، صح كده؟ م. وانت كامبلمنتر انت شايف الصوره كامله. فانا الجزء من الصوره بتاعي انا ممكن اكون بس عندي اللي هو ايه، مدرك حاجه صغيره انا محتاج ده، يعني انت يعني اكشلي انت مش محتاج ده. تمام، فده ممكن يكون بسبب يعني تطبيق غلط، صح كده؟ بالظبط. فاحكي لي على الجزئيه دي وبعد كده هنروح للاي ار بي اللي انت عملته اصلا وايه المشكله وحلها ازاي. بص، هو اول حاجه، هو اي حد بيشتري اي ار بي سيستم، يعني اي مصنع او اي شركه كبيره تبدا تفكر تشتري اي ار بي سيستم النهارده مثلا. اوكي. بتروح هي بتبقى بتفكر ازاي؟ هي بتفكر ان هو عاوز يفتح بيزنس تاني، والبيزنس بتاعه شغال كويس امم. بالوي اللي شغال. فهو عاوز يعمل اي ار بي سيستم يعلي كفاءه الشركه، ويبقى كل واحد ويبقى معتمد على سيستم عالمي، ما يبقاش سيستم مربوط بحد. ايه اخطر مشاكل بتواجه الشركات في تطبيق الاي ار بي سيستم؟
اه هل دي بتبقى مشكله من العميل نفسه اللي هو مش عارف يوصل للامبلمنتر او الديفلوبر انا محتاج ايه، ولا بتبقى ممكن تبقى عدم كفاءه من الديفلوبر نفسه ان هو مش عارف يحط لك سيستم مظبوط لشركتك ويعمل لك كاستمايزيشن مظبوطه؟ طب انا هقول لك، ممكن اقول لك بشكل تاني ايه الفرق لما تيجي تطبق سيستم اي ار بي بتاعنا مم. بتاع تربو سوليوشن، وايه الفرق لما تيجي تركب سيستم عالمي زي ساب او اوراكل لا، او قول لي الاول المشاكل اللي بواجه الحاجات الشركات دي، مم. وبعد كده انت جيت حلتها ازاي. يعني كلمني الاول بس على المشاكل اللي كان تمام ومنين، هل من الديفلوبر؟ انا بس محتاج اعرف عشان الناس محتاجه اكيد تعرف ان ممكن يكون المشكله من الامبلمنتر نفسه، وممكن تكون اصلا مشكله مش في كفاءه الامبلمنتر، هي مشكله في الايه، في الكلاينت. تمام صح كده؟ تمام فقول لي دي ودي. تمام. بص، هو زي ما قلت لك كده، الكاستمر اللي هو كاستمر بالنسبه لي انا كاستمر، ان هو عاوز يشتري سوفت وير. اوكي، مم. بيشتري سوفت وير، يقول لك انا هشتري سوفت وير عالمي، هجيب احسن سوفت وير في العالم. حلو قوي. هو اصلا بيسافر بره مصر، فيلاقي الشركات كلها شغاله ببرنامج زي ساب، اوريكل، اودو، مايكروسوفت دايناميك كده يعني. فبيقلد. فيبدا يجي يقول انا خلاص، انا هاخد السوفت وير دوت. ماشي، يجي ينزل السوفت وير، فيبدا يلاقي الموظفين يقولوا له احنا عندنا حاجات مش موجوده في السوفت وير، حاجات بديهيه صغيره. انا مثلا، انا عندي مثلا زي ما قلت لك تحويل الشيكات، عندي مثلا الضريبه بتاعتنا في مصر كانت 13 بقت 14، الضريبه ستاندر بشكل معين. في عندنا ضريبه اسمها الف ت صاد، اللي هي ضريبه ارباح تجاريه وصناعيه، فدي لازم تضيفها لي جوه السيستم، مش موجوده عندي. في عندنا حاجه اسمها فواتير الكترونيه، انا محتاج كاستمايزيشن عشان اسمع في الفواتير. فهو يبدا يجي يقول له لا، ده مش نافع، الشغل السي ار ام مش هو اللي احنا اللي بيحصل عندنا في مصر. فلا، ده احنا ده نازل تكنولوجي جديده اسمها واتساب، ممكن تحوله للسي ار ام على طول عن طريق الواتساب والكلام ده كله. فيبدا يتجر ان كل السوفت وير اللي هو اشتراه ده مش نافعه، ما بقاش يجيب اللي هو عاوزه. عشان هو اختار غلط. مش هو ما اختارش غلط، هو اختار سوفت وير ومحتاج عليه كاستمايزيشن. فيبدا يجيب شركه زي بتاعتنا. مم. شركه زي بتاعتنا تبدا تقول له عشان خلي بالك، الشغل الناس اللي بتعمل كاستمايزيشن على السوفت وير زي ساب او اوريكل او مايكروسوفت دايناميك او اودو، مكلف جدا. لان انت مثلا، انا كديفلوبر عشان اروح اشتغل اخلي نفسي في اطار شغال اوريكل بس او ساب بس كديفلوبر، محتاج ان انا لما يجي لي عميل ياخد مني حاجه لازم اعلي سعرها جامد جدا، لان ما عنديش شغل تاني اللي مم. هي الشغلانه ديت. فاهمني ازاي؟ فعشان كده تلاقي الكاستمايزيشن غالي جدا جدا في اوريكل او في ساب او مايكروسوفت دايناميك او اودو. وكان ساعات بنحتاج للناس تكنيكال من بره يساعدونا عشان نحل مشكله جوه اوريكل او جوه ساب. فاهمني ازاي؟ مم. فيبدا الموضوع ياخد تايم طويل جدا، ومجهود عالي جدا جدا، وفلوس كتيره جدا جدا عماله تدفع. فيبدا يتجر كل سنه، كل سنه يتجر، او كل كام شهر يتجر، ان هو عشان يعمل مثلا حاجه بسيطه جدا جدا في البيزنس بتاعه، قعد 4 5 شهور ومش عارف يشتغل. تاني حاجه، الموظفين اللي موجودين جوه الشركه، بص اي موظف في الدنيا بيشتغل على السيستم بتاعه القديم بيبقى بيتحول لماي ماذر، كأنه امي، سوري يعني. فاهمني ازاي؟ بيحبه جدا، هو حابب السيستم بتاعه اللي عايش عليه سنين. السيستم ده سواء كان شيت اكسل، سيستم قديم، اي شكل قديم، هو مش عايز يغير. هو في دماغه انه يجي الصبح يشتغل حاجات معينه بكفاءه كويسه جدا ويمشي. تقعد بقى تقول له لا انا هغير الكفاءه ديت، هتلاقيه دايما كده كده بيعاني. يعني حتى في مصر انت لو لاحظت، لما جينا غيرنا نظام المرور، نظام الشهر العقاري، في صعوبه جامده جدا من الناس، مع ان في ناس كانت موظفين امناء يعني عادي، هو ما بيستفدش، بس هو اتعود على السيستم بتاعه بشكل القديم. فلما تيجي اي حد بتعمل له ابجريد للسيستم هو بيضايقك كده كده. فدي بس هي دي مش قضيتنا، يعني مم. مش هي دي اللي هتخلي السيستم بتاع اوريكل او ساب او كده هو دي مشكلتنا. كده كده لما بتحط سيستم يكون سليم، كده كده بينجح، كده كده بيشتغل. مم. امتى الكاستمايزيشن بيتعمل غلط في الشركه؟ ما هو ده بقى نقطة، لما حد بيديك بيعمل معاك امبلمنتيشن ويخدعك. يعني ممكن تلاقي موظف يجي يقول لك انا عشان نشغل الشاشة بالشكل الفلاني، فيبدأ يجي يقول لك اعمل لي كذا وكذا وكذا، وانت تعمل مجهود كبير جدا جدا، وفي الاخر يطلع كل الكلام ده مش هو الصح. يعني مشكله من الديفلوبر نفسه. لا، الديفلوبر على فكرة ما بيغلطش. يعني الناس بتبقى فاهمة الديفلوبر. الديفلوبر ما بيغلطش. انت مهندس صح؟ انا ديفلوبر، يعني انت اصل ديفلوبر. اصلك مهندس اه صح؟ لا، اصل بكالوريوس علوم كمبيوتر، يعني مهندس. مش خريج هندسة يعني. ماشي. فاهمني ازاي؟ بس خريج علوم كمبيوتر، فاهمني ازاي؟ بس فما انت بتقول الديفلوبر ما بيغلطش، فهم المهندسين بس اللي عندهم الايجو ده. لا بص، الديفلوبر اللي هو الديفلوبر هو ما بيرتبطش بمشاعره بالبيزنس. ماشي. فاهمني ازاي؟ مم. اللي بيتقال له بينفذه. فاهمني ازاي؟ مم.
فهو مش يجي مثلا انت عملت مثلا ابلكيشن اوبر، عملت ابلكيشن امازون، انا مش برتبط بمشاعري بامازون، انا بعمل لك اللي انت عاوزه وخلاص وببعد. ده الديفلوبر الحقيقي بيبعد ويعمل ابلكيشن تاني وتالت حسب السيناريو اللي انت بتقول له عليه. طيب يعني كده مشكله الكاستمايزيشن او الامبلمنتيشن مش من ناحيه الديفلوبر، تبقى من ناحيه الكاستمر. بالظبط. طب ليه بقى من ناحيه الكاستمر؟ الكاستمر بقى هو الكاستمر زي ما قلت لك كده، هو رجل الاعمال. هو خلي بالك التعاملات في البيزنس في الاي ار بي سيستم لازم تبقى رجل اعمال، صاحب شركه هو اللي يتعامل معاك، يعني هو اللي بيفكر، الاونر هو اللي بيفكر انا اجيب اي ار بي سيستم. لان هو اللي شايف الصوره كامله. هو شايف الصوره، هو زي ما قلت لك كده، هو اغلبيتهم هو عاوز يعني يكبر البيزنس بتاعه بصوره سليمه ويجيب احسن حاجه، ويبقى السيستم بتاعه مش مرتبط باشخاص. يعني ما ينفعش مثلا مدير المرور يمشي فالمرور يقع، انت عاوز سيستم يشتغل. مم. هو بيفكر بالطريقه دي وتفكيره سليم، بس هو بيبقى ايه، فيقول لك ايه، طب انا اجيب السيستم بتاع امريكا اشغله في مصر فانا ابقى زي امريكا. بس ده ما بيحصلش. بيحصل ايه بقى، ان السيستم بتاع امريكا ما ينفعش يشتغل في مصر عشان ده ماركت عشان في دومين. طبيعه تانية، في شخصيه تانية، في دنيا تانية. فيبدا يبدا يتكلف فلوس كتيره جدا جدا، ويبدا يعدي عليه الوقت والسنين والتايم كتير جدا جدا وما يشتغلش. الكلام ده على فكره مثال عندي في كذا شركه، يعني في شركات اشتغلت معايا، اشتغلوا اودو، اشتغلوا اوريكل، اشتغلوا ساب، وقعدوا 3 4 سنين ونقلوا معايا. حلو قوي. طب ده يودينا للنقطه، ايه المعايير؟ احنا دلوقتي عرفنا المشكله بتبقى فين، مم. مظبوط. انت قلت من العميل، انت مش متحيز، انت مش بايظد ان انت عشان ديفلوبر فبتقول الديفلوبر ما بيغلطش، اه صح اصل كده؟ الديفلوبر ده هو سيرفيس، هو بيقدم لك خدمه. يعني انت طيب دلوقتي تيجي تقول لي ايه، ما ممكن يكون غير كفء، ما ممكن يكون ديفلوبر، مع احترامي الشديد مش قصدي حاجه، بس ممكن يكون مفيش ديفلوبر. ديفلوبر مش كفء، مش عشان انت حاجه. مهندس. لا مش عشان حاجه. يعني انا مثلا عندي شركه فيها موظفين، فيها ديفلوبر، اوكي، انا ولا مركب كاميرات، اوكي، ولا بتابع حد، خلاص كده، لان هو ما ينفعش يبقى وحش. هو بيجي له تاسك، لا يحلها لا ما يحلهاش، يعني ديفلوبر هو ما في، يعني لازم عشان بقى ديفلوبر فهو لازم خلاص. يحلها. ما فيش حاجه عندي يعني. طب انت خلاص. مثلا جاتك 4 تاسك ما حلتهمش، انت لازم تمشي خلاص، ما انت مش ديفلوبر. تمام فهمت. فما ينفعش تبقى انت وحش. انت جات لك شاشه بتعملها، بيزنس بتعمله، او حاجه بتطلب منك، هتبقى وحش ليه؟ لا تعملها لما تعرفش تعملها. فونس انك ديفلوبر فانت جامد. لكن ان انت تخدع حد، دي صعبه جدا حلو جدا قوي. يعني. طيب خلاص، المشكله كده من العميل، ايه بقى المعايير اللي تخليني آه، اركب اي ار بي سيستم يبقى متوافق معايا، لو هنتكلم عن الماركت اللي في مصر، عشان ما يحصلش المشاكل دي؟ بص احنا بس عاوزين نقله تانية. طيب. يعني هو دلوقتي انت، انا بقول لك بدل ما تشتري، احنا على فكره من كتر ما احنا عملنا كاستمايزيشن في اوريكل سنه 2016، امم. احنا خلاص بقى فتحنا شركه، عملنا اي ار بي خاص بينا بنفس الكاستمايزيشن اللي احنا كنا بنعمله للشركات. يعني انا جيت قعدت اقول طب انا بعمل شاشه مبيعات جديده جوه اوريكل، بعمل شاشه سي ار ام خاصه باوريكل، بعمل ريبورت خاص باوريكل اي بزنس سويت. طب ما انا اعمل السوفت وير كله، يعني اللي انا اللي محتاجينه كايجيبت، يعني كشرق اوسط او كسعوديه. ما انا اشتغلت في السعوديه، عملت شغل في السعوديه، اشتغلت في المغرب، اشتغلت في مصر. فقلت طب انا خلاص، طب ما نعمل اي ار بي سيستم ينفع بقى مصر، يعني يبقى هو مش هي مش بنافس اوراكل ولا الكلام ده كله. انا بس يبقى انت في ايديك الكستمايزيشن، تقدر تعدل في اي وقت وتعمل اللي البيزنس عاوزه، فاهمني ازاي، ويكون بسعر رخيص. عشان كده احنا من 2016 لحد دلوقتي احنا 2026، الحمد لله وصلنا ل 1200 عميل، 1200 كاستمر، ما شاء الله. فاهمني ازاي. يعني انا عاوز اقول لك حاجه، انت مثلا لو انت اشتغلت جولدن بارتنر لاوراكل، كان كبيرك قوي في السنه هيجي لك مشروعين تشتغل عليهم. هو اي نعم مشروعين تقال ممكن يعدوا 4 5 مليون جنيه، بس مشروعين، انت ما فاتش اي حاجه. فانت ممكن تبيع في السنه اكتر من 400 عميل وانت جوه شركتك والبيزنس بتاعك وعارف مشاكله ايه. يعني ده بيزنس بتاعك انت بقى، فانت عارف تعمل ايه. كنت بتبيع بنفس الارقام اللي كنت بتبيعها في اوراكل يعني؟ لا خالص مم. طبعا، ده كان حاجه ودي حاجه تانية خالص. بص هو في كمان كذا كذا عامل ضرب اوريكل اي بيزنس سويت وساب ومايكروسوفت دايناميك موضوع الدولار. يعني لما جه في 2016 غيرنا موضوع الدولار، كان الدولار كان ب 8 جنيه او 6 جنيه حاجه زي كده، وبعد كده وصل بقى ب 16 و18 جنيه، فاهمني ازاي. فانت عشان تشتري، انت طبعا مشتري كل البرودكت ديت بالدولار، فعشان تتعامل بالدولار معاها كان بقى غالي شويه. وجه بقى الدروب الكبير قوي قوي بس في 2022 لما برضو موضوع الدولار بدأ الشركات خلاص بدأت تعتمد على شركات زي بتاعتنا، اللي هو الاي ار بي سيستم، اللي هو شركات شرق اوسط شغاله وفاهمه بتعمل ايه. تاني حاجه الاي اي مع
مع الديفايس الكتيره قوي اللي دخلت جوه الاي ار بي سيستم. الديفايس دي يعني مثلا الموبايل بتاعك. في فيتشرز كتير. فانت محتاج كاستمايزيشن جامد جدا، عاوز داشبورد، عاوز تربط الاي ار بي سيستم بالواتساب يبعت رساله اوتوماتيك للعميل. عاوز دلوقتي احنا شغالين على اي اي، بنربط الاي ار بي سيستم بالاي اي، ان هو يقول مثلا انا ايوه انا بعت كام النهارده، يقول له مثلا بعت ب 2 مليون و500. طب العميل اللي اسمه محمد احمد خد مني احسن ايتم ايه، يقول لك ده ايتم الكذا. طب انا عاوزك تعمل لي مقارنه بين البرودكت بتاعي اللي هو كوده كذا كذا، بالنسبه لمبيعات العالم، بعت انا بكام وهم بنسبه قد ايه في العالم. يبدا يرد عليك. انتوا اوريدي عاملين ده؟ ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي السنه دي، يعني بدانا نتعاقد مع شركات او شركتين شغالين معاها اي اي جوه السوفت وير الاي ار بي. طيب ايه اكبر مشاكل واجهت الشركات الكبيره دي وانت وجدت لها الحل، غير الحاجات اللي انت قلت لي عليها؟ يعني ايه اللي حطك في حته بلو اوشن؟ بص انا اقول لك حاجه، يعني في طبعا شركات انا قابلتها زي ما قلت لك كده كانت شغاله ساب او اوريكل ولغت وغيرت اشتغلت معانا. اه، ايه بقى اللي خلى انا دلوقتي انا هسيب ليه مثلا شركه عملاقه زي كده وهجي لك؟ اقول لك انا مثلا في شركه من الشركات الاستثمار العقاري كبيره جدا جدا، يعتبر الليفل التاني بعد الناس الكبيره طلعت مصطفى وسويرس وكده، اللي امم هو دي شغاله معانا. اسمها اوكي. ايه؟ اسمها مطوع جروب. اسمها ايه؟ مطوع جروب اوكي. اللي هو صاحب قريه بلو بلو اللي في سخنه والاتش كيو اللي هو في التجمع الخامس في السين الشمالي. امم طبعا هو بسم الله ما شاء الله، يعني الراجل مدير صاحب الشركه طبعا هو راجل دماغه جامده جدا، فاهم بيزنس كويس جدا جدا، واشتغل ساب على فكره، وجه يتنقل معانا في تربو سوليوشن. هو طالب حاجات معينه ما تنفعش تماما تماما في اي اي ار بي سيستم ستاندر. طب ما يروح لاودو، ما هي اودو حلت ولا المشكله. اودو، ما انت اودو نفس الكلام ستاندر، انت عشان تشتغل اودو وتطبق فكر، ده معناه ان انت دخلت في قصه كبيره جدا كبزنس يعني على كفلوس. حد علمي، معلش انا بتشالنج بس الحته دي، على حد علمي عشان انا برضو عارف اكتر من جولدن بارتنر في الاودو، هو دايما من شرحهم الديفلوبرز دول بيقولوا لي آه، ان احنا اودو بيحل مشاكل ساب اوراكل ما قدروش يحلوها من ناحيه الاجيلتي، ان احنا نقدر نعمل عندنا مساحه اكبر، نعرف نعمل كاستمايز ونلعب فيه براحتنا اكتر. طب ما انت عندك شركه اوريدي تعمل بنفس التولز اللي بتاعت اودو، فاهمني ازاي، مم. وهي صاحبه السيستم، فاهمني ازاي. ما انت اودو ده ليه سعر، ليه اودو نفسها بتديك السوفت وير بسعر، مم. والامبلمنتيشن والكستمايزيشن ليه سعر تاني. تاني حاجه انت عندك جوه الشركه ديت شخص ديفلوبر ناجح جدا جدا ممكن يعمل لك كستمايزيشن لمده شهرين كويس جدا جدا. الشهر ده الراجل بعد شهرين دول الراجل ده مش سافر بره مصر، راح يشتغل في مكان تاني، الشركه كلها راحت، والشركه اللي انت عامل لها امبلمنتيشن راحت برضه، عاوزه تعدل في اللي هي الشغل اللي هو عمله. فبتبدا مشاكل كتيره جدا جدا في طب الشغل مش الستاندرد. هيعرف ديفلوبر يجي يستلم مكانه ويكمل؟ ممكن يعرف، ده لو انت عندك عامل سيستم كشركه بارتنر لاودو، انت عامل بقى شو يعني مجهز نفسك ومجهز الدنيا دي كلها، بس تجهيزها كله بتكلفه عاليه جدا. يعني مثلا شركه زي بتوع جروب لو راحت لاودو هتكلف 5 6 اضعاف الشغل بتاعنا، وانت بتعمل نفس الكفاءه؟ باعلى منها بكتير. ليه؟ اقول لك انا مثلا هو بيفكر في فكره، مثلا يجي يقول انا عندي مثلا عندي سياسه بيع، ممكن اعمل سياسه بيع 12 سياسه، فعاوزك تعمل لي كل سياسه ليها تمبلت، والتمبلت دي اخدها اركبها جوه السيستم. هو ده هيعمل كده؟ مش هيعمل كده ليه مش اودو؟ مش هيعمل، عشان لازم تجيب ديفلوبر هيقعد له بتاع 3 شهور جوه اودو، يقعد يفهم ويقعد مع صاحب الشركه يفهم هو عاوز ايه. مثلا البادجت، لو انا عاوز اعمل بادجت على اوصل للكوست بتاعي، للبادجت بتاع الجنينه بتاع الكاستمر بتاعي اللي هو جوه المشروع الفلاني، ما يعدهوش في المصروف. عاوز اعمل موبايل ابلكيشن اربط بيه الصيانه بتاعتي، الصيانه الخاصه بالمشروع، يعني مثلا انت جوه الكومباوند بتاعك او جوه القريه اللي هي مثلا ككاستمر، عاوز ابعت انا عندي مشكله على الموبايل بتاعي، فانا عاوز اجيب موبايل ابلكيشن اركبه على اي ار بي سيستم بتاع اودو. هتخش في قصص جامده جدا وفلوس كتيره جدا 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 عشان تعملها وقت كبير. لكن دلوقتي هو بيطلب دلوقتي النهارده، هو معانا بيشتغل معانا بيطلب النهارده، تاني يوم الصبح بيلاقي طيب الكلام ده بيتنفذ. مره تانية بشكل مختلف، انت هتعمل ده بتكلفه اقل ازاي؟ انا بس محتاج اعرف يعني النو هاو يعني. بص اقول لك حاجه، اول حاجه انت شغال انت مش مشتري حاجه من بره بتعمل عليها كاستمايزيشن.
فاهمني ازاي؟ السوفت وير بتاعك اوريدي اي ار بي، احنا عاملينه بخبرتنا اللي شفناها مع اودو واوراكل واساب والكلام ده كله. فالشغل بتاعنا برضو ستاندر، يعني بنبيع زي اوراكل والكلام ده كله، زي اوراكل وساب ومارشال دايناميك واودو كشغل ستاندر. اوكي. اللي بيضاف عليه ايه؟ كاستمايزيشن. انت عشان لما يكون في نشاط عندك جديد بتعمل له كاستمايزيشن، تيجي تقول لي انا عاوز اعمل سياسه بيعيه، عاوز اعمل ابلكيشن موبايل يربط بالاي ار بي سيستم يسمع. فالكاستمايزيشن ده برضه هيبقى بتكلفه، لان انت اكيد عندك ديفلوبرز بيشتغلوا عليه. فنفس القصه لو هنعتبر ان اودو اهي عندها ديفلوبر، تمام، تربو سولوشنز عندها ديفلوبر، تمام، انا العميل اللي جاي لك قلت لك انا عايز 12 سياسه بيع، ما هو ده هيتكلف وده هيتكلف عندك، ولا انت ازاي انت بتعمل كل الفيتشرز دي بتكلفه اقل؟ ايمن، اول حاجه انا ما اشتريتش، انا ما رحتش لاودو، دفعت انا عشان ابقى بارتنر لاودو بدفع فيس فلوس. يعني انا وانا بارتنر لاوريكل هروح ادفع فيس لاوريكل. ده مش عندك، ده مش عندي، انا ما عنديش كده، يبقى دي اول مصروف. والفيز دي عاليه. تاني حاجه الديفلوبر بتاع اوريكل زي ما قلت لك هو بيشتغل اوريكل بس، فهو مش بيضحي بنفسه بالساهل. هو انا دلوقتي لما اجي اقول انا ديفلوبر اوريكل بس، معناها ان انا خسرت كل الناس واشتغلت اوريكل بس، الناس اللي شغاله اوريكل بس. مم. فانا عشان اجي اكلمك اديك معلومه في اوريكل كديفلوبر، هي سعر غالي جدا، لان انا ما عنديش شغلانه كل اسبوع. يعني زي ما قلت لك كده، لما كنت شغال جولدن بارتنر لاوريكل كنت باخد مشروعين بس برقم. برقم، بس انا عايش على مشروعين بس. دلوقتي باخد 40، باخد اكتر من 400 مشروع بتوعي. اقل بكتير. اقل بكتير كسعر كسعر كاستمر طبعا، بس طبعا انا ممتلك نفسي، أنا مش حاسس. يعني دي سيرفراتي سوفت وير بتاع بلدي، انت فاهم ازاي، بتاع شغلنا، فانا متحكم فيها، متحكم في الشغل بتاعي. وفي نفس الوقت السكالابيلتي هنا عندك اعلى. طبعا. وتاني حاجه ان الديفلوبر عندي انا ممكن الاقيه بالشكل اللي يعجبني. مم. يعني البروجرامر عندي ممكن اجيب بروجرامر لسه خريج جديد وابدا اعلمه واظبطه جوه بيزنس، لكن في اودو او في اوريكل لازم اجيب ديفلوبر فاهم وقاعد بقاله سنين، وهضحي برقم كبير قوي في المرتبات عشان يشتغل معايا. فقصه كبيره، يعني في فرق شاسع بين السعرين. كملي بقى الفرق ما بين المقارنه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، فرق ما بين الشركه بتاعتك وفرق ما بين شركه زي اوراكل وشركتك اصلا. يعني انا عارف مثلا ان اودو زي ما قلت لك من شويه ان هو بينافس في حته لوحده. انت قلت لي ان ساب ماسكه اندستريز معينه، اوراكل متخصصه في البانكينج سيكتور. مم. فانت متخصص في ايه؟ انا عارف ان كله بتاع كله، بس مم. انت ماسك ايه؟ يعني انت ايه اكتر العملاء بتوعك، وفي نفس الوقت انت بتنافس؟ تمام. بص، هو انا اول حاجه طبعا مش الميتنج اللي بيننا انا وانت ده مش معناه ان انا احسن من اوريكل بس. شوف انت عارف هي اوريكل دي شركه عالميه فيها، يعني بتاثر في الاقتصاد العالمي يعني. عادي، بس ممكن تكون انت عندك حل لحاجه هم مش بيعملوها، مش عشان هم ضعاف، ولكن عشان دي بالنسبه لهم مثلا مش هتبقى ادد فاليو للشركه. لا، هي مش كده، مش هي مش كده. هي بص، انت دلوقتي مثلا سيستم مثلا زي سيستم المرور مثلا، انت عندك مثلا محافظتين، دوله فيها محافظتين بس. فانا بقول لك مش لازم تروح تشتري اوريكل. تاني حاجه أنا عندي حواري وعاوز انظمها بشكل في المرور بشكل معين، بشكل فيه كاستمايزيشن، فبقول لك ليه تروح تشتري اوريكل؟ طب ما تشتري سيستم هيمشيك بنفس اوريكل بالظبط، بدون ما تدفع التكلفه الكبيره، وارخص. وارخص واحسن واوفر وكل الكلام ده كله. فاهمني ازاي؟ فانا كشركه بقدم لك كل الحلول اللي انت تاخدها من اكبر شركه في العالم بصوره سهله ولذيذه ورخيصه. لكن انا مش احسن منهم طبعا، يعني عشان لو انت عارف هم دي شركه عالميه عامله سوفت وير اي ار بي سيستم عالمي ستاندر حلو جدا جدا. احنا خدنا الكستمايزيشن اللي بنعمله على اوراكل عملناه بيه سوفت وير. ايه اكتر حاجات مثلا شركه عملاقه زي اوراكل فيها جاب؟ انت قلت لي ان في عميل من عندك من ضمن العملاء بتوعك سابوا الشركه دي وجوا لك، اه. ليه؟ ليه؟ عشان خاطر زي ما قلت لك كده التايم راح منه، والتكلفه عاليه جدا جدا، وما خدش اي حاجه، وقعد يفكر مع نفسه، لقى نفسه بيعمل كاستمايزيشن كتير جدا جدا، غير طبيعه السيستم اللي بيشتريه. فطب ما انا اعمل الكاستمايزيشن دوت، اروح اجيب شركه بدل ما تعملي كاستمايزيشن تعملي اي ار بي موجود اوريدي شغال، يبقى بتاعي. اوكي. فاهمني ازاي؟ مم. وسبورت هنا جنبي وحياتي موجوده وما فيهاش، مش متعلقه بفلوس، يعني اقدر عليها. مم. فاهمني ازاي؟ نورت لي سؤال كده في دماغي، هل الاي ار بي بيزود ارباح الشركه ولا بيقلل خسائر الشركه؟ هو بص، انت الاي ار بي احنا قلنا هو اي نشاط عالمي
اي نشاط سواء بيزنس سمول بيزنس او شركه كبيره. خلاص كده. احنا مثلا كدوله مصر ايجيبت مثلا، لما كنت شغاله بسيستم، ده مش بيوفر للحكومه فلوس. يعني لما الحكومه مثلا قالت انا هخلي الدفع يبقى الكتروني بس بالفيزا، ما بقاش دفع فلوس، هل ده ما جابش ايراد للدوله؟ لسه باقي مثلا لما نزل، ده ما جابش ايراد للدوله بفكره صغيره جدا جدا، هو ده الاي ار بي. فطبعا بيوفر ارباح رهيبه جدا لاي شركه. يعني ماكدونالدز مثلا لما عمل سيستم بتاعه بالبوينت بالبيع والشراء والكلام ده كله، وحسسك ان انت الاسره بتاعتك، ماكدونالدز ده خلاك ان انت طبيعي لازم كل اسبوع تاكل عنده، مثلا ابنك لازم يكون حابب اكله معينه جوه ماكدونالدز وتدفع له شهريا. ده مش بيخليك مش زود ارباح الشركه، اكيد زود ارباح الشركه. مم. وفي نفس الوقت قلل لك خسائر معينة، على سبيل المثال يعني حل مشكلة اختلاس مثلا، حاجات زي كده، ولا الحاجات دي مش يعني؟ لا طبعا، وطبعا اي سيستم في الدنيا طبعا بيلغي موضوع الاختلاف او اي حاجه. ده على فكره الرئيس بتاعنا قالها، يعني جه الرئيس قال التكنولوجيا هي اللي تخلي ما فيش حاجه اسمها رشوه. يعني انت لما بتروح زمان عشان تروح المرور، كنت تروح تقف طابور انت ايه و... مشكلتك في المرور؟ انت. لا اصل انا فاكر ان انا يعني مثلا من 7 8 سنين كان عندي عربيه، اجي ارخصها اقعد ب5 ايام رايح جاي كل يوم عشان ارخص عربيه عادي. يعني تقعد مش عارف إيه، تروح تاخد ملف ترميه في حته تانية وتكلم واحد تاني وتروح تجيب الملف مش عارف فين، والكلام ده كله دلوقتي بقى سيستم. فانت دلوقتي ده ما قللش رشوه وفلوس وهدك وسرقه وحاجات كده، هو ده الاي ار بي اللي بيعمله. اوكي. يعني انت مثلا شغال في مطعم وعندك ريسبي نظام اي ار بي، فعندك اداره مشتريات بتشوف اقل سعر ايه، والبرنامج بيقول لها خلي بالك اقل سعر من المورد الفلاني، فاروح اشتري من المورد الفلاني، ادخل في المخازن. المخازن معروف الريسبي بياخد قد ايه، كام جرام سندوتش، كام جرام دقيق، كام جرام كام عنقود خس، كام قطعه لحمه قد ايه كام جرام، فبيسحب اوتوماتيك من المخازن الاصناف ديت لما طلع سندوتش. هو ده الاي ار بي، فيديك تكلفه في الاخر. السندوتش ده انت بعته ب 100 جنيه، كلفته 40 جنيه، فانت كسبت 60 جنيه، مم. وحط عليهم اوفر هيد عماله ومش عارف ايه موظفين وكهرباء وميه ونور 20 جنيه كمان، فانت كسبت 20 جنيه بالظبط. بس طالما هو يعني متوغل في الحاجات الصغيرة دي قوي، انا كده لو عامل سيستم في شركتي او في مطعمي على سبيل المثال، كل شويه هضطر ان انا اعمل ابديت، صح كده؟ ليه؟ واطوره. يعني انت بتتكلم، تخيل دلوقتي انا ضفت برودكت جديد. على فكره كل ده جوه السيستم اوريدي موجود ستاندر. انت زي الموبايل بتاعك كنت نازل عليه ابلكيشن، بتنزل عليه لوحدك، مش لازم تتصل بيا ان انا اغير حاجه. اوكي. امم. فاهمني ازاي؟ ده موجود، احنا بنعلمه لك بنسبورته، وده ستاندر، ده موجود في السيستم العالمي برضو موجود عندنا. يعني انت اول حاجه في السيستم، لو سيستم تصنيع مصنع مثلا، ما مصنع ده زي مطعم، بتعمل حاجه اسمها بيل اوف ماتيريال، مكونات المنتج اللي عندي. انا انتج مثلا كوبايه، هنتج موبايل، بخش اعمل بوم او بيل اوف ماتيريال. البيل اوف ماتيريال دي فيها بقول ان انا هنتج موبايل اس اكس مش عارف كذا، او ايفون 17، بحط فيه سلك 5 متر سلك، 20 بورده، مش عارف ايه، كل مكوناتها كذا. هو السيستم بيسحب اوتوماتيك لما بتيجي تعمل امر شغل. فاهمني ازاي؟ امر انتاج، امم. فيبدا يسحب الخامات دي من مخازن اوتوماتيك. امم. هو ده الاي ار بي سيستم. حلو قوي. انا دلوقتي لو هعمل كاستمايزيشن على سبيل المثال في شركتك، بتختلف. يعني قولي برضو التايم لاين، عشان انت قلت لي اوقات كتير قوي انت ممكن تقعد كاستمايزيشن تعمل تقريبا سنه كامله كاستمايزيشن، هو 6 شهور مش عارف. ده في البرامج اللي هو العالميه. طيب انت عندك دلوقتي طب هي ليه بتاخد الوقت الكبير ده؟ بص هو اول حاجه احنا دلوقتي ما بنقدرش ناخد وقت، احنا كشركه تربو سوليوشن اي ار بي تربو سوليوشن ما بناخدش وقت في البيزنس اللي موجود اوريدي ولا عندنا. على حسب الاندستري، وعلى حسب النوع الكاستمايزيشن؟ يعني مثلا في عميل بيطلب اعمل لي حاجتين ثلاثه، في عميل بيطلب لك 100 حاجه، صح كده؟ اه وعلى حسب الاندستري نفسها. بص هو دلوقتي عامه يعني احنا السيستم بتاعنا يعتبر دلوقتي يعني بقالنا 3 4 سنين بنشتغل على التكنولوجيا الجديده. السيستم بقى ستاندر وشغال عند كله، لان مثلا احنا مثلا نجحنا قوي في مديول التصنيع، فبدات مصانع الادوات الكهربائيه مثلا، زي مصنع عطا، ماشي، مصنع اكسبريس، اشتغلت مصنع مع براندز كبيره اه يا- زي مين؟ اشتغلت مثلا في مجال تصنيع سويدي كابلات، اللي هو احمد صادق سويدي.
ده عاملين له سوفت وير بوينت كلاستر معاك. للنقط البيع اللي عنده زائد المصنع بتاعه كابلات يعني. اشتغلنا مثلا مصنع BCG، ده مصنع برضو كهرباء. اشتغلنا مع مصنع زهران، ده مصنع اللي هو اخترع، على فكرة المنتج زهران ده منتج جامد جدا مم. وبيصدر لألمانيا بقوة، اللي هو بتاع العوامات بتاعت الخزانات والسافون والكلام ده، مم. وده براند مصري. اشتغلنا مثلا مع مصنع، كذا مصنع. مصنع زهران للبطاطس ده مصنع تاني. اشتغلنا مصنع امبريال، مم. مصنع اكسبريس، مصنع BCG، ومصانع كتيرة ممكن اوديك الهيستوري بتاعها. مم. اشتغلنا مثلا في مجال الاستثمار العقاري زي ما قلت لك كده، بتوع جروب خالد صبري من الشركات الكبيرة الضخمة. اشتغلنا مثلا، احنا طبعا واخدين 80% من شركات تكييف، يعني اي شركة تكييف في مصر واخد السوفت وير بتاعنا، ليه؟ لان احنا ابتدينا من برامج التكييف. يعني انت الماركت شير بتاعك اكتر بتلعب في الاندستري دي. فدلوقتي حتى الاي ار بي بتاع التكييف، الاي ار بي سيستم، لما حد يفتح شركه تكييف هو اوريدي عنده صيانه، تركيبات، عنده مبيعات، عنده مشتريات، عنده حسابات، عنده نظام المخازن بيتدار بالباركود، بيروح يشتري تربو سوليوشن. هو خلاص بقت معروفه في مجال التكييف، شركات تكييف. مم. عنده اجهزه كهربائيه وعنده تكييف في نفس الوقت، بيروح يشتري تربو سوليوشن على طول. حلو قوي. هو طبعا هو اصلا اول حاجه عارف ان الشركه دي بقت خبره كبيره جدا في مجال التكييف، مجال البيع والصيانه وتركيبات التكييف. مم. حلو قوي. الاي اي بيساعدك في شغلك ازاي؟ اكيد بيساعدك. بص، دي نقطة مهمة جدا انت قلتها دلوقتي. هو زي ما قلت لك كده، احنا كل فترة بيجي لنا تكنولوجيا جديدة، خلاص كده بنسمع عليها مثلا من 3 4 سنين. يعني هو الاي اي ظهر من 4 5 سنين. اوكي. فطبعا انا عامة كشغلي، انا كشركتي بنستعد على طول. يعني احنا من ايام 2016 بدأنا ندخل الموبايل والداشبورد، يعني تكون موجودة على الموبايل ويقدر يعمل ابلكيشن موبايل بالاتش ار بالبصمة، ان هو الموظفين. فبدأنا نشتغل على الديفايس الجديدة اللي هو الموبايلات، ازاي تستخدم مع الاي ار بي سيستم. بعد كده دخلنا الويب سايت اي كوميرس، ان احنا ازاي نعمل ويب سايت اي كوميرس زي امازون ونربطه بالاي ار بي بتاعك. فاهمني ازاي؟ يبقى نقطه بيع عندك جوه الشركه. بعد كده بدأ الشركات تطلع بربطها ببرامجها ببعضيها. بمعنى مثلا انت عاوز تربط السوفت وير بتاعك بالفيزا بتاعت البنك، ان حد يجي يدفع لك فلوس بالفيزا. فبدأنا نتعامل مع البنوك باي بي اي، فبتسمع في السيستم. تسمع سيستم اوتوماتيك وتسمع في البنك اوريدي في نفس الوقت. فبدأ حاجة جديدة بقت تحصل، تكنولوجيا جديدة اسمها EBI، خاصة بيني وبين أي شركة تانية. مم. دخلنا في مديول الفواتير الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. إزاي أطلع فاتورة من البوينت اوف سيل بتاعي أو من المشتريات المبيعات بتاعتي، سامع على طول أوريدي في الضرايب وسامع عندي في نفس اللحظة. وبتتعمل فده عن طريق EBI. طبعا احنا أول شركة عملناها فواتير إلكترونية في مصر؟ في مصر. اول شركه عملت فواتير الكترونيه في أو مصر. يعني احنا كان أول ما تنفذ الفواتير الإلكترونية تنفذ مع كبار الموالين. كان معانا شركتين، كان ده الاكسبورت، مش فاكر الشركه التانيه كان اسمها ايه، بس هي كانت داري ولينك. هما الشركتين كانوا كبار الموالين، اللي هم كان حوالي 70 شركه، واحنا كنا بنجرب معاهم واشتغلنا. اول شركه في مصر عملت الشغل الفواتير الالكترونيه والايصال الالكتروني. انتوا جامدين جدا. اه، حلو ده. الحمد لله يعني. حلو ده. بعد كده بقى بدات تظهر بقى الاي بي اي بس مع الفكره جات لكم ازاي يعني؟ انت تعمل فواتير الكترونيه؟ لا، هو الفكره ما جاتش، جت من الحكومه اه، عملت اي بي انتوا اي. ظبطوها. اه، الحكومه قالت انا اربط المنظومه المبيعات كلها اللي في مصر بيها، بحيث ان انت مش هيتعامل معاك ضريبيا، لازم تكون انت عامل فاتوره وايصال امم. عن طريق السوفت وير بتاعها. كسبتكم كتير دي ها؟ هي لا هي هي عملت طفره فعلا. على فكره جت يعني في وقت الكورونا، وكنا لسه طالعين من كورونا، اه. فبرضه دي خلتنا نشتغل شويه كشركات تكنولوجيا معلومات. كسبتوا كتير يعني. مش قوي يعني. آه. طب الافضل بالنسبه لك بس ان لسه ما تاخد. اتكلمناش على اي اي، انا ما انا توهتك. ما انا عشان عايز اعرف اه، بس ما هو حته. دي تكنولوجيا اسمها اي بي اي. الاي بي اي ده كان مثلا الواتساب بدا ينزل الاي بي اي بتاعه عشان تعمل ايه الواتساب بتاعك. يعني يجي لك عميل يتصل بالتليفون يقول لك انا عاوز اوردر، تروح انت داخل على البرنامج عامل له اوردر وبعت له على الواتساب اوتوماتيك ان انت خلصت الاوردر ده، والاوردر بتاعك بقى رقم 512. ده اي بي اي بناخده من الواتساب. امم. بقى في اي بي اي تبع الفيسبوك، بقى اي بي اي تبع البنك، بقى اي بي اي تبع الضرايب. دي تكنولوجيا جديده. اوكي، دي كلام ده من 4 5 سنين. دخلنا بعد كده اي اي بقى. فالاي اي هنستفيد بيه ازاي في الاي ار بي سيستم؟ بص، الاي اي ده هو ليه طبعا فوائد كتيره جدا جدا.
كديفلوبر طبعا الموضوع بالنسبه لنا كالناس اللي شغاله، اسهل؟ طبعا الناس فرقت جامد جدا في السرعه والاداء بتاعها كديفلوبر كموظفين. بيبقى معاك اي اي ايجنت بيشتغل معاك ولا؟ يعني دلوقتي خلاص بقى عندي الموظفين قاعدين، انت بتطلب منهم اي حاجه جديده، هو بيفتح شات جي بي تي على طول. انا عاوز اعمل حاجه كده تنور مثلا، حاجه تسجل، عاوز ادخل صوره والصوره دي تتحرك جوه السوفت وير بتاعي، جوه الاي ار بي سيستم، عاوز اعمل كذا، فبيطلب المعلومه، هو بيجي له اوتوماتيك، خد الكود ده بيلزقه جوه السوفت وير بيشتغل على طول. فعلا؟ طبعا هو كده، فاهمني ازاي؟ فطبعا الاي اي طور شغلنا جامد جدا وخلانا اسرع كتير جدا. عشان كده بقول لك السوفت وير بتاعنا هيبقى في المستقبل، انا متاكد ان هيبقى من اقوى السوفت وير. مش بتاعنا ده يعني شركتي انا بس، لا مم. كل الشركات السوفت وير. مستقبل اي ار بي مستقبل الاي ار بي، وبرده الموبايل ابلكيشن اللي بينزل هيبقى مستقبل كله قريب من بعض، مش هيبقى فيه جاب كبيره. هل في اي اي ايجنت بيشتغل معاك از اي اي ديفلوبر؟ عشان يعني كذا حد برضه بزنس اونر في الحلقات اللي فاتت يعني، سواء في المارك في الفندل على سبيل المثال، ان بقى في اصلا اي اي ايجنت بيشتغل في حته اللي بيساعد في الميديا باينج والحاجات دي كلها. فانا بسالك، هل برضو عندك اي اي ايجنت او وصلت لمرحله ان ممكن اي اي هو يبتدي يعمل امبلمنتيشن او كاستمايزيشن اصلا، ولا الحاجات دي لسه بعيده شويه؟ لا مش بعيد، دي على فكره قريبه جدا، وعلى فكره ده اللي بنفكر فيه فعلا، ان الاي اي يعمل امبلمنتيشن ويساعدنا. خلي بالك احنا برضه زي ما قلت لك كده، احنا الاي اي دخلناه في السيستم، الاي ار بي سيستم، ان انت تقعد تخش على الشات بوت عادي، شات جي بي تي، امم يبقى عندك شات جي بي تي مع مربوط بالسيستم بتاعك، ان انت تيجي تقول انا بعت كام الشهر ده، انا عاوز اقول لك حاجه، الحد الادنى للصف المعين ايه، هو يقول لك انت في صنفين عندك لازم تشتريهم دلوقتي. لو عندك شورتج في حاجه يعني. عاوز اعمل اوردر مبيعات لمحمد احمد، يكون الاوردر ده ب 5000 جنيه، ويكون على صنفين، ساعه وموبايل نوعهم كذا، هو راح عامل لك الاوردر ومديك الاوردر بي دي اف، تبعته للعميل على طول بالصوت. فده اللي بندخله دلوقتي في شغلنا كاي اي. ده جامد جدا. طب كلمني اكتر عن مستقبل اي ار بي بشكل عام. عيش، انا ما فيش حاجه معينه في دماغي. يعني شايف ده ممكن يحل ايه بعد كده في المستقبل؟ وشايف ان ممكن الاي ار بي يحل محل حاجه معينه، او الاي اي يحل حاجه معينه في الاي ار بي؟ بص، هو الاي ار بي زي ما قلت لك كده، ده سيستم عالمي، في يعني سيستم عالمي مولود من زمان، فاهمني ازاي؟ لازم انت تبتدي بيه في اي مشروع، يعني حاجه كده زي ما انت مثلا بتبني بيت هتتجوز فيه، لازم يكون في اوضه نوم، في سفره، في صالون، في نور وكهرباء بيفتحوا بشكل معين. فاهمك، بس في حاجات كتيره برضو كانت اساسيه ومش من بعيد وابتدت دلوقتي تتلغي. يعني انا مثلا كنت قايم مع واحد صاحبي امبارح، هو عنده شركه كاستمر كير، المهم عنده شركه كاستمر كير يعني. فكان بيحكي لي، بيقول لي ان انا شلت تيم كامل من الكاستمر كير. اه تمام. وبقى كلهم اي اي ايجنت، وممكن الاي اي ايجنت ترد عليك تقول لك مساء الخير انا شيماء انا بقى، وانت مش هتعرف اصلا ايه اي اي. اه بص، هو الاي اي طبعا فاهم؟ هيأثر على السوق جامد جدا، بس ما اعتقدش ان هو هيأثر على الاي ار بي سيستم، ليه بقى؟ بس هيأثر على السوق. يعني انت في وظائف فعلا هتلاقي، ده شيء ده طبيعي، حقيقي. يعني مثلا انا شايف اللي هو خريج هندسه قسم عماره مثلا، ده يقعد في البيت ولا ايه؟ ده بنتي على فكره، بنتي هندسه عماره، فدي طبعا دي انا خلاص دلوقتي بعمل ديزاين بالفويس. مثلا في مجال الميديا، في مجال ان انا مثلا، انت مثلا مجالك هيروح، لا مش هيروح. لا انا ممكن انشئ اي اي اقوى منك، ويكلمني ويرد عليا ويسالني وخلاص. طب ما تعمل كده. ما انا عادي، ما الفكره ده هيتعمل لوحده، يعني دلوقتي انت مثلا في موقع مثلا. مش معاك في الحته دي. مش عشان مجالي، بس تخيل كده انت قاعد قدام روبوت وعمال بيحاورك، ده حاجه مستفزه جدا. بالظبط كده، بس هو يعني عامه انا يعني الاي اي في مجالات معينه اعتقد ان هي تنتهي، ده طبيعي، زي مثلا سي ار ام، يعني ده مديول جوه الاي ار بي سيستم. ده خلاص كده. ده ممكن ان انت تربطه اوريدي بالاي اي ويرد وتظبط السوفت وير بتاعك، اللي هو يرد ويبعت اوتوماتيك ويوصل مع العميل لغايه ما يديني ميعاد يروح. بس في حاجات معينه مش هتتلغي، امم يعني زي مثلا اعتقد مثلا مدير التصنيع مش هيتلغي، مدير بس على حسب كلامك، السيلز اللي بيروح مع عميل ويوريه حاجه معينه هتلاقي ازاي. انت بتقول الاي اي ممكن ياخد محل اي حاجه. طب ما ممكن ياخد محل الديفلوبر نفسه. صح، مظبوط. يعمل هو الامبلمنت، ويعمل هو اصلا السيستم الستاندر، وانت ما
لا ما على فكره هو دلوقتي احنا كده اوريدي، احنا دلوقتي بنعمل السيستم الستاندرد بسهوله، عشان كده بقول لك هيوصل للمرحله ايوه، دي. ما هو انا سالتك بس سؤال. انت ككلاينت. انا هقول لك، انا سالتك سؤال من 5 دقايق بالظبط، قلت لك هل انت ويلنج، او ان دلوقتي بقى في نو هاو ان في اي ايجنت بيساعدك ان هو يبقى ديفلوبر؟ قلت لي بالفعل احنا شغالين عليها. فصح كده، انت قلت لي كده. اه فونس ان انتوا وصلتوا المرحله دي، او خلاص اوريدي هي قريبه ان انتوا توصلوا لها. طب ما هو اوريدي هو بقى في اي ايجنت شغال بيعمل امبلمنتيشن وكستمايزيشن للاي ار بي سيستم. طب ما انت تقعد، اه. هو كده بيحل محلك. بس هو لغايه دلوقتي، دلوقتي رجل الاعمال لما يجي يقعد، انا دلوقتي صاحب بيزنس ملوش علاقه بالاي ار بي سيستم. ماشي. عندي مصنع مثلا حديد، اشتغل في مصنع حديد، حلو. فعاوز اعمل سيستم. هل دلوقتي اخش على اي اي اقول انا عاوز اعمل سوفت وير اي ار بي المصنع حديد، فهو يروح عامل لي كل السكادول اللي بعته لي؟ هيبعته لك بشغل ستاندر، مم. يعني هيبعته لك بشكل مش هو ده اللي انت عاوزه، مش هو ده اللي انت تشتغل بيه. تاني حاجه، في حاجه اسمها سبورت، وفي حاجه اسمها داتابيز وكلاينت وبتاع، وافكار بتجيلي، وعاوز اطور نفسي في السوق بشكل معين، فلازم الجا لشركه هتخليني اعمل السوفت وير دوت. فهو هيجي لي يقول لي انا عاوز اعمل، فانا ابدا اخد الكلام اللي هو بيقوله ده واستخدم الاي اي في شغلي، مم. ان انا اعمل تمبلت بتاعتي الخاصه، واقول مثلا الحته اللي هو عاملها كاستمايزيشن دي هستخدم فيها الاي اي، بس ادخلها جوه السوفت وير بتاعي. فاهمني ازاي؟ بس هل في المستقبل مثلا، انا ما اعتقدش ان في سوفت وير هيبدا يامن لاي اي يعمل له مشروع، ما اعتقدش. زي ما انت قلت لي دلوقتي ان انا هلغيك انت، فانت قلت لي ازاي هجيب اي اي يصنعه مكاني، مم. في حس في كذا، يعني ازاي اامنه؟ كرياتيفيتي. ازاي ان انا اخش؟ مم. مم. فاهمني ازاي؟ مم. لو نيجي نحسب الاندستري بتاعت التكنولوجي. بس على فكره في حاجات في الاي اي برضه، عشان الشغل مم. بتاعك ده مهم جدا. قول. يعني في دلوقتي مشاريع، في ناس بتكسب من الاي اي، بتفكر ازاي تكسب من الاي اي. حقيقي. يعني انت مثلا شفتي كان في مغنيه بتغني اغاني اجنبيه قديمه، خلاص لو انت شفت حجم الجروب بتاعها، معدي اكتر من حوالي داخلين في 100 مليون شخص اللي بيسمع الاغاني، كتير جدا. يعني تلاقي البوست بيتحط في ملايين من الناس. دي شخصيه ايه؟ بتغني اغاني اجنبيه قديمه بشكل كويس جدا وبشكل جميل. بصوت مختلف. مم. لا مش بصوت مختلف، بالظبط. شو صناعه الاي اي؟ فده شخص عمل جروب، عمل فيسبوك، او عمل تقنيه جديده باسلوب الاي اي، خد منها لايكات وشغل وفلوس من غير ما يكون موجوده. مم. في سؤال عايز اساله، السكالابيلتي بالنسبه لك في مجالك يعني، الاحسن ان انت تشتغل مع 3 4 عملاء في السنه كل واحد يدخلك اكس مليون، ولا انت تشتغل مع عملاء كتير وبيدفعوا لك ارقام اقل؟ وليه؟ السؤال في السكالابيلتي عشان انت قلت لي انا كنت بشتغل مع اوراكل وبعمل لي مشروعين، بس المشروعين برقم كبير انا شايفها كويسه. دلوقتي لا، انت بتعمل بفيز اقل بكتير بس بتشتغل مع 400 عميل، فيعني ده مثلا عشان بتاخد ماركت شير اعلى، عشان بتشتغل مع عملاء اكتر، أ- تبني اسم. انا احب تعمل. اشتغل مع عملاء كتير واكسب قليل. ليه؟ بص، اول حاجه من وجهة نظرك. بقول لك ليه. اول حاجه انا بفرح جدا جدا لما العملاء بتاعتي كلها تكون شغاله، عندنا سبورت جامد جدا. فاهمني ازاي؟ الهدف مش هدف مادي بالنسبه لي، خلاص كده يعني. مش انا الحمد لله بنكسب كويس جدا جدا كشركه، ما عملناش اي مشكله. بس ان انا ببقى مبسوط جدا جدا لما اروح لعميل هو ما يعرفنيش وانا ما اعرفوش، وهو شغال بالسوفت وير بتاعي، ومشغل مثلا مطعمه او شركته بالسوفت وير بتاعي، وبيجيب لي الاوردر بتاعي. ده من العملاء الكتار. لكن لو عميل واحد او اتنين، خلاص ده معروف ان علاء ادريس او تربو سوليوشن اللي عامله السوفت وير، وبتروح له حاجه واحده بس. لكن لما ابقى مثلا ماشي في الشارع كده وشايف اربع خمس شركات عامله يوفط بتاعتها وشغاله بالاي ار بي بتاعي، مم. بتحسسني بحاجه جامده جدا. تاني حاجه، انا عاوز اوصل في يوم من الايام ان انا تبقى شركه كبيره جدا عالميه، توصل لشغل جامد. احنا على فكره خلي بالك، احنا طلعنا من ثوره فتعبنا جدا، نزلنا شويه، وبدأ في استقرار بس من 3 سنين بعد كورونا والكلام ده كله، مم. فبدأنا نبدأ نصدّر. يعني إحنا خلّي بالك إحنا وقعنا فترة جامدة جدًا كdeveloper مصريين، وشركات software مصرية، نزلت بعد الثورة وبعد موضوع مم. 2000 2019 ساعة الكورونا. مم. ودلوقتي بدأنا يعني دلوقتي بدأ ييجي لي عُملا كتير أوي من السعودية والمغرب ودول تانية، وتدفع لي فلوس وتعمل لي تحويلات. مم. دي بدأت السنة دي. مم. فأنا شايف إن أنا أعمل عُملا كتير جدًا، جدًا ونكبر أحسن كتير جدًا، جدًا من إن أنا أعمل لي 3، 4 عُملا. مش هاحس إن أنا عملت حاجة أصلًا. اعلى تيكت انت اشتغلت بيها، حابب تقول اوكي مش حابب خلاص، يعني اعلى تيكت انت اشتغلت بيها مع شركه
يعني كسبك قد ايه؟ اعلى فلوس يعني. implementation، انت تعمل customization لشركة. بص، هو في فلوس كده معلمه نفسي في حياتي، يعني في فلوس معلمه في حياتي مش ناسيها طبعا. ايه؟ هي بدايه تعاملي في السوفت وير، يعني في الايام اللي هي الواحد كان يعني زي ما قلت كده، هو الراجل اللي هو انا اقصد كان. اقصد في شركتك تربو سولوشنز، يعني اعلى تيكت تربو سولوشنز باعته لكاستمر. بص، هو بصراحه مثلا عشان انت فاهم انا مش بفرح. يعني مثلا انا ممكن اعمل تعاقد مع شركه كبيره جدا جدا، مثلا تخش معانا في سوفت وير اي ار بي سيستم بمليون جنيه. ده في السنة لا، ولا ده حق السوفت وير. اوكي. احنا اصلا التعاقد بتاعنا، انت مثلا بتيجي تقول لي انا عاوز سوفت وير، فاقول لك رقم مثلا 100,000، 200,000، 150,000، اي رقم يعني اي مبلغ. ده بتدفعه وبتاخد سبورت سنه مجانا لحد امبلمنتيشن والشغل بتاعك يبقى شغال و100%. وكان بتقسط المبلغ ده على سنه، يعني ما بتدفعوش كله مره واحده. امم لو جالي كاستمر، بيجي لي كاستمر كبير جدا جدا كمصنع، ويخش معايا مثلا بسوفت وير مشروع مثلا بمليون جنيه. امم انا ببقى يعني انا بفرح بالفلوس اللي هي مثلا واحد زي عملاء مثلا التكييف، فلوس قليله بس هو عارف السيستم بتاعه هيشتغل ازاي وعارف طريقه ازاي. ما بحبش اخش في معارك. طبعا بنخش في معارك بعديها، اللي هو ازاي نخلي المصنع بتاعه يشتغل وموظفين، ولا هيعمل ابجريد للموظفين ولا لا، هيشتغل هو ولا لا، هل هو نيته يشتغل فعلا ولا لا. امم فبخش في هيدك رهيب جدا، مبقاش فرحان بالفلوس الكبيره. هل بتواجهك مشكلة مثلا انت ممكن عملت implementation محترم في شركة كبيرة او ايا كان، عملت لها digital transformation وما قامتش، يعني الاي ار بي ما ساعدهاش عشان الموظفين ما عرفوش يشتغلوا على البرنامج؟ بص، احنا زمان كان مثلا بيجي لي هنقول مثلا 10 عملاء مثلا، يعني 10 100 عميل في السنه، او 200 عميل في السنه. زمان قوي، في فترات ايام زمان يعني. كان ممكن ينجح منهم 50% و50% يقعوا مم. لاسباب مختلفه. موظفين، صاحب الشركه مش في دماغه، آه ما بيتابعش الموضوع، الدنيا بتقع. بعد من 5 سنين بالظبط بعد كورونا، عملت لنا طفره رهيبه. اقول لك ليه اللي حصل. بدأنا نعتمد على البيت، يعني احنا في كورونا اول ما جت موضوع كورونا اشتغل من البيت. ايه العلاقه اللي بيني وبين الشركه؟ واتساب. الشركات نفسها اتعودت بعد كورونا ان هي تشتغل اونلاين. مم. فاحنا مثلا سياستنا في الشركه ممنوع تكلمنا في التليفون. انت اي حاجه على جروب الواتساب بتخش تقول مشكلتك، بيخش عليها بعديها ديفلوبر او امبلمنتيشن بيخش يحل لك مشكلتك على طول. فما فيش نطاق للكلام، او تيجي لي او اروح لك او استنى. فبدا يجي لي 100 عميل، بيشتغل ال 100 عميل. يبقى كبير قوي 2 عملاء، و2 عملاء بيبقى مثلا بيبقوا غير منطقيين، شخصيتهم غير منطقيه. ففلتر لك الانواع بتاعت الموضوع بقى مكشوف. يعني انت بتيجي دلوقتي تيجي تقول لي انا عاوز اشتغل عميل، عاوز اشتغل سوفت وير. باشا، انت عندك سبورت لمده سنه مجانا، عندك واتساب في جروب عليه مثلا 20 موظف بيردوا عليك مم. في اي لحظه. اكتب على الجروب واحد هيرد عليك على طول. مم. فانت مش هتشتغل ليه مثلا؟ ايه اكتر اندستري انت بتشتغل، اكتر مم. اندستري بتشتغل معاها الفترة دي وليه؟ اقول لك ليه. هو سوري، اقول لك ايه اصلا. مم. هو اول حاجه المصانع. ماشي. هو في مصر في انفتاح جامد جدا جدا في المصانع. ماشي. في عدد مصانع كتير قوي بتفتح. فاهمني ازاي؟ واحنا في مصر بقى السيستم الاي ار بي سيستم مش شغال في اغلبيه المصانع. ماشي. فطبعا في عندنا فتحه جامده جدا في شغل التصنيع. ما فيهوش تحول رقمي، يعني تقصد المصانع؟ المجال ده يعني المصانع الكبيره طبعا شغاله بسوفت وير واي ار بي سيستم وكده. كل المصانع اللي فتحت دلوقتي طبعا البنيه التحتيه وصلت مصانع كتير مم. تفتح تشتغل. والمصانع اللي بدات تفتح وتشتغل بداوا يطلبوا اي ار بي سيستم. فده اقوى حاجه عندنا اليومين دول. حتى انا عاوز اقول لك برضو معلومه ان المصانع الصينيه. انا عندي دلوقتي مثلا السنه دي جالي حوالي 30 عميل صيني، مصانع صينيه عاوزه اي ار بي سيستم بتاعنا. مم. فاهمني ازاي؟ فمصانع صينيه كتيره جدا جدا بدات تفتح معانا شغل جامد جدا في مجال الاي ار بي. وعاوز اقول لك انا عندي مصنع مثلا زي مصنع اكسبريس. ده مصنع عالمي، يعني مش مصنع لوكال. واخد مننا السوفت وير بتاعنا، هو اصلا شغال سايب كشركه الام في الشرق الاوسط. هي دي بتنتج تلفزيونات لشركات كتير ببراندات. يعني انت بتبقى شركه مثلا اكس، تيجي تقول له اعمل لي براند اكس تلفزيون، بيعملوا لك ويدوه لك. هم اصلا كانوا بيشتروا منه قطع غيار وهو في الصين.
هو دلوقتي فتح في مصر. مم. فطبعا واخد معانا السوفت وير بتاعنا اللي هو الاي ار بي سيستم، وعامل انتجريشن مع السوفت وير بتاعه اللي بره مصر في الصين. عندنا مصانع كتير قوي، صينيه، زجاج، حاجات كتيره قوي، ملابس شغاله معانا دلوقتي اوريدي، البان واغذيه برضو شغاله كمصانع. مم. طبعا المصانع الصغيره كلها بدات تفتح في مصر وتاخد السوفت وير بتاعها. يعني في ناس، شغل التصنيع بصراحه عندنا رهيب، بس طبعا بيتقابلنا بقى مشكله كبيره جدا عشان تبدا تطبق اسلوب التصنيع في مصر. ايه بقى؟ اقول لك انا، بص التصنيع ليه سيستم. احنا هنا في مصر متعودين ان انا هفتح مصنع، هنتج اي صنف اكس، روح يا ابني اعمل لي النهارده 200 كوبايه من دول، خلاص. اسلوب التصنيع السليم، لا، انا بعمل حاجه اسمها بيل اوف ماتيريال زي ما قلت لك، بعمل حاجه اسمها امر انتاج، بدخل فيها الجوده بتاعتي كل مرحله، ببدا اشوف نتائج الجوده بتاعتي مم. لحد ما يخش المنتج تام. البرنامج بيحسب التكلفه للخامات دي قد ايه، ويضيف عليها اوفر هيد اللي هو الميه والكهرباء والعماله والكلام ده كله، ويبدا يدخلها المنتج مسعره جاهزه. مم. الكلام ده برضه في مصر للمصانع الصغيره اللي لسه فاتحه ما عندهاش وعي قوي، مم. بس هي دلوقتي بدات تشتغل. يعني بدا الناس بقى عندها، يعني بقول لك كده، استقرار الدوله بيخلي في طموح. ليه انا ما بقاش مثلا المنتج بتاعي احسن منتج في العالم؟ مم. ليه انا ما بقاش زي شركه كذا؟ فبدا الحته دي تبقى موجوده في المصانع، بحس بيها. يعني انا قابلني مصنع مش عايز اقول لي اسمه، بس هو مصنع بطاطس، مم. يعني قوي كمنتج يعني. وانا بكلم العميل كنا لسه بنمضي الديل مع بعض، يعني بنعمل ديل مع بعض، هو عاوز اي ار بي سيستم. فبيكلمني فبقول له انا على فكره عندي مصنع همبرجر في العراق، فممكن يستورد منك بطاطس. فراح قال لي على فكره موضوع العملاء عندي ما فيش مشكله خالص، مم. يعني انا لو عاوز ابيع في الشرق الاوسط كله هبيع، وعارف الجوده بتاعتي هتخليني اوصل اللي انا عاوزه. وليه ما بقى؟ هو بايع على فكره، هو دلوقتي على فكره انا المصنع ده جالي حاله ذهول. يعني رحت وهو كان لسه بيبنيه كان طوب كده صغير، واخد الاي ار بي في البدايه، عاوز يبتدي باي ار بي. يبدأ بيه. اه، رحت لقيته مصنع تاني خالص. عشان ابتدى بالسيستم. مش عشان يبتدي بالسيستم، هو الراجل عنده فكر، هو عاوز يوصل ليبقى عالمي. وعلى فكره هو عارف ان الكاستمر مش مهم بالنسبه له. بس السيستم برضو بيديك ايدج ان انت تسكيل احسن واسرع، علشان مثلا على سبيل المثال انا فتحت مطعم، المطعم ده فرع واحد، فانا عايز افتح 3 4 فروع تانيين. فعلشان يبقى عندي زي ما تقول كواليتي كنترول، ولازم علشان يبقى في معايير في الجودة تبقى ثابتة، ان مثلا فرع واي يعمل نفس البرجر زي فرع زد، بنفس حتة البن، بنفس ما اعرفش الفرايز، بنفس، صح كده ولا انا غلطان؟ مم. بنفس ايا كان. فاعتقد ده برضو بيديني ايدج ان انا اعرف اسكيل احسن واسرع. طبعا. امم. والاي ار بي بيعمل كده فعلا، اللي انت بتقوله ده هو ده اللي بيعمله بالظبط. امم. فهو على فكره لما ابتدى، خلي بالك ان برضه في رجل اعمال بيفكر ان انا هفتح مشروع عشان اكسب فلوس، في رجل الاعمال بيقول انا عاوز انافس في السوق وابقى رجل عالمي، يعني ابقى انا رقم واحد في العالم كله. ايه الفرق بين الاثنين؟ لا، ده حاجه وده حاجه، ده بيدور على سيستم، لكن التاني بيدور على ازاي يبيع. طب ما هو اللي ازاي عشان بيبقى؟ كده تلاقي في ناس كتير قوي كرجال اعمال او بزنس يقعد 4 5 سنين وتلاقي دروب حصل له رهيب جدا. فاهمني ازاي؟ مفيش سيستم. فاهمني ازاي؟ هو ممكن يعمل على فكره، يعمل تسويق كويس جدا جدا، امم. ويعمل سيلز امم. قوي جدا جدا، بس ليه بقت نزوه 4 5 سنين وراحت؟ في واحد لا، ده ماشي بسيستم طول الحياه، هو عاوز يوصل يبقى عالمي. فانا شايف الراجل اللي هو بتاع مصنع البطاطس ده، انا شايف ان هو هيوصل. يعني انا اديله، هو الراجل ده متعامل معايا بقاله سنه، بقاله 4 5 6 شهور، لان انا كان في رؤيتي لاشخاص كتير قوي قابلتها في حياتي من 23 سنه كانوا صغيرين جدا. يعني انا افتكر ان انا قابلت شاب، انا وهو كانوا مع بعض، يعني مش عايز اقول اسمه عشان لما اقول له يعني ان هو كان عنده 27 سنه وانا كنت صغير برضو، وبنعمل سيستم اي ار بي. كان بيقعد يقول لي انا عاوز بيهتم بتفاصيل صغيره جدا. انا عاوز الاوردر يتحط فيه القروش، والقروش دي تكون لحسابي انا مش حساب العميل. وهو كان بيبيع ساعتها مثلا ب 2 من 3 مليون. فاهمني ازاي؟ لما قال لي كده انا ما كنتش فاهم، عمال اقول ايه ده اللي عمال يفكر في القروش وكسر العشري وهيكسب ايه وبتاع. انا عايز اقول لك دلوقتي شركته دلوقتي بتبيع ب 5 6 مليار. القروش دي وفرت لي مثلا بتاع ملايين، ملايين فعلا. يعني هو بيقول لي ب 80 90 مليون. طب ليه انا 80 90 مليون ارميهم دي القروش دي؟ القروش دي خدها من العميل يعني؟ وعلى فكره هو وصل، يعني هو ابتدى معايا باي ار بي سيستم. وانا عاوز اقول لك حاجه كمان، احنا اتقابلنا مع بعض على قهوه،
يعني هو كان الميتنج الاولاني بيني وبينه قهوه، فبيقعد كده عمال يقول لي في خيالات انا عاوز اعمل سيستم كذا ويعمل لي كذا. بص هو مثلا بيطلع فاتوره، العميل مثلا بيطلع فاتوره ب 45000 جنيه اوكي. و320 و30 و45 قرش، خلاص كده. فهو يقول لك ايه مثلا لما يطلع الفاتوره ب 45 قرش وصل ل 50 قرش، خلاص. والخمسه صاغ دي وفر الخمسه صاغ دي في كل فاتوره، ليه اجبري الكسر خليه لي بدل 49 يبقى 50. فانا ما كنتش فاهم، هو بيقول لي كده الكاستمر بيقول لي كده طب انت هتسيب كل ده عشان 50 قرش ولا ربع جنيه؟ دلوقتي يعني لو جينا وانا بعمل له كاستمايزيشن او بنجرب حاجه جديده او شغل جديد او ضريبه جديده او شكل جديد للفاتوره، هو لغايه دلوقتي ملتزم بالقروش، لان قال لي القروش دي موفره لي 40 60 مليون على مبيعات على 5 6 مليار، فاهمني مم. ازاي؟ مم. فالموضوع موفر له كتير جدا جدا فوق ما تتخيل، اوكي. فاهمني ازاي؟ فده بيفكر، ده صاحب بيزنس ابتدى بيفكر ازاي من اقل حاجه يكسب منها، وفعلا هو دلوقتي بقى رقم واحد، فعلا بقى رقم واحد في مصر. فكرتش ليه في القروش كده ولا؟ طب الحمد لله. طب لو هنختم بقى، عايز تنصح اصحاب البيزنس او اللي عايز يعمل ستارت اب بيزنس تنصحه بايه؟ اكيد هتقول لي يبدا بي ار بي سيستم. بالظبط. هو طبعا لازم يبتدي باي ار بي سيستم، لازم يبتدي باي ار بي سيستم، ما تعديش يوم. اول حاجه يعني انت بتشتري المكان، تاني حاجه بتفكر في اي ار بي سيستم. لكن ما تجيش تقول انا سنتين كده قبل ما اكبر واجيب اي ار بي سيستم، يبقى انت كده بتصرف فلوس. واجيب اي ار بي سيستم صعب قوي تشغله مع ناس اشتغلت امم اوريدي، هتبدا يعني بقى تغير طبيعتهم. sooner or later انت هتحتاجه. هو احسن حاجه طبعا البيزنس لما بيفتح معاه اي ار بي سيستم بيوفر كتير قوي على نفسه ومشاكل. على فكره زي الكرسي زي المكتب زي عامل بادجت للدعايه بتاعتي، عامل بادجت لايه، لازم يكون معايا اي ار بي سيستم لازم. يبقى احنا كده رضا ربنا ورضا الوالدين ورضا الاي ار بي. مبسوط ان انت كنت معايا النهارده، والله حبيبي اتشرفت جدا بيك. الله يخليك فعلا كان حبيبي. ادد فاليو خطيره. انا خدت كورس ببلاش دلوقتي. ودايما نتمنى ان احنا بنلتمس النوايا ان احنا فعلا نفيد الناس، مش طالعين ننظر يعني. شكرا انك كنت معايا النهارده. الله يخليك، نورتني والله يا علاء. ربنا يوفقك ان شاء الله. حبيبي ربنا الله يخليك، يخليك. شكرا.